مساء الفل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. آه ممكن تكون فاكر او فاهم آه ان انت مجال حياتك او خبرتك في الحياة حتى لو كان سنك صغير، انك انت ما عندكش اللي تقوله لغيرك. وفي نفس الوقت كل الناس بتتعلم وبت بت مع كل يوم بيفوت عليهم، سواء بقى في الحياة بشكل عام او بيفوت عليهم حتى في الشغل في اي مجال، بياخدوا خبره معينه. حتى لو هو ما شافش الخبره دي او ما كانش حاسس ان هي حاجه ممكن تفرق مع غيره، لكن هي مليون في المية هتفرق مع غيره. مليون في المية. اللي انت ممكن تشوفه بسيط ممكن يبقى عند غيرك كبير. مفيش حد فينا ما عندوش خبرة، ومفيش حد فينا ما بيتشكلش خبرته وبتزيد يوم عن التاني. سواء كنت بتشتغل أو بتدرس، سواء كنت بتشتغل أو في الحياة بشكل عام لسه ما اشتغلتش، ما حصلش نصيب. ايه الخبرة أو النصيحة اللي من وجهة نظرك تحب تقولها للناس وتحب توجهها لغيرك؟ نصيحة واحدة عشان الموضوع ما يفتحش مننا يعني. اكيد كده في حاجة كده اللي هي خلاصة تجربتك، سنك 20 سنة، اكيد في كده درس مهم جدا عرفته في ال 20 سنة دول. درس واحد عرفت 20 درس يا سيدي، بس في درس منهم هو المعلم يعني. قولوا لغيرك عشان يتعلموا. قولوا لغيرك اللي هم لسه ما وصلوش لسن 20 سنة مثلا، او اللي اكبر من كده، او اللي اكبر وهكذا. مهما كان عمرك ومهما كان سنك او مهما كان الخبرة بتاعتك، اكيد عندك اللي تقوله لغيرك. ايه اكتر نصيحة تحب تقولها لغيرك؟ نصيحة بسيطة، نصيحة واحدة، مش اكتر من نصيحة واحدة، من مجال خبرتك في الحياة او في شغلك. بس شرط انها تفيد الناس، او تكون حاسس انها هتفيد الناس. تمام. يلا بينا. منسي. منسي. طيب واضح منسي عنده مشكلة. مش عارف دي مشكلة عند منسي ولا مشكلة عندي انا، بس غالبا عند منسي. طيب احمد. صباح الخير. صباح الفل. آه، فاجئتني يعني. انا عاده ما بحبش اتكلم في الاول كده، مبقاش محضر اه حاجه ما اتكلم تشوف. معلش بالدار للنار. لا لا، مفيش مشكله مفيش مشكله. طيب، لو هقول حاجه ليها علاقه، يعني انا الباك جراوند الخلفيه بتاعتي اصلا انا مهندس ميكانيكا سيارات. فممكن انا كنت هشير شويه تويتس كده كنت كتبتها ساعه اول مره زاد البنزين، ليها علاقه بالتوفير او تقليل الاستهلاك. يعني في حاجه بسيطه جدا، لو انت تستعمل عربيتك، لو هنصحك نصيحه واحده. هو انا هشير الثريد على السبيس، بس يعني لو هقول لك نصيحه واحده اقول لك مثلا انت محتاج تراجع ضغط كاوتش العربيه كل اسبوع، عشان ده هيفرق في استهلاك البنزين وهيحسن اداء الفرامل ويقلل استهلاك التيل واستهلاك الكاوتش، ويساعدك وكمان يحسن المانوفرنج، او يعني اسمها إيه؟ المناوره، اللي هو التحكم في الدركسيون يعني. مم. والرقم ده بيتظبط كل قد ايه تقريبا يا احمد؟ المفروض كل اسبوعين، اسبوعين يعني. بس عشان نقدر نقول حاجه يعني الناس تقدر يعني تعملها، ممكن نقول كل اسبوعين يبقى كفايه. او مثلا وانت بتفول العربيه، الراجل بتاع الكاوتش ده خليه يراجع لك على ضغط الكاوتش. وفي حاجه مهمه بموضوع ضغط الكاوتش ده، مفيش حاجه اسمها بنظبط على كذا. كل عربيه ليها ضغط كاوتش ستاندرد. لو انت عربيتك حديثه نسبيا بيبقى مكتوب على قايم القايم اللي على شمالك ضغط الكاوتش الستاندرد كام. لقيته 32 يبقى 32، لقيته 34 يبقى 34، لقيته 38 يبقى 38. مفيش حاجه اسمها ده زي اللي بيدي العيانين كلهم دواء واحد، مفيش حاجه اسمها. كل عربيه ليها ستاندرد. عشان بس انت بتخش ورا الراجل اوتوماتيك عامل كل الكاوتش 32 وماشي. دي حاجه غلط برضه. ولو عودت طب العربيه ايه بقى. إيه الضرر اللي ممكن يحصل لما ده بيحصل برضه عشان نقول للناس يعني؟ الكاوتش لازم يبقى مظبوط. يعني لو الكاوتش ضغطه مش مظبوط، الكاوتش يا اما بيبقى مليان بزياده يا اما بيبقى ناقص.
لو مليان بزياده بيبقى مش لامس الارض كله، وبيبقى حمل زياده عليه وعرضه اكتر انه ينفجر، لان هو بيبقى فيه سنه مرونه. المفروض ايه، ما تاخد مطب او يحصل اي حاجه في الارض، بياخد ويدي شويه. لما يبقى اوفر انفليتد او يعني منفوخ بزياده، المرونه دي ما بتبقاش موجوده، فبرضه العربيه بتبقى ناشفه كمان. ده غير كمان انت بتبقاش مريحه. وبرضه تلامس الكاوتش، المفروض المساحه اللي بتلمس الارض دي المفروض انها محسوبه. لو الكاوتش اتنفخ زياده، المسافه الكونتاكت باتش او الحته اللي بتلمس الارض دي بتقل، فده بيأثر على توازن العربيه، وبيأثر على الفرامل، وبيأثر على التسارع، وبيأثر على حاجات كتير قوي. العكس، وطبعا وبيأثر عمر الكاوتش. العكس برضه بيعمل نفس الحكايه وبيأثر، بس بيتاكل بطريقه مختلفه. يعني انا لما بشوف كاوتش ممكن اقول لك ده اتاكل عشان منفوخ زياده او منفوخ ناقص، او اتمشى عليه وهو كذا او كذا، بالخبره يعني. يبقى النصيحه بتاعتك ان انت اولا، انت احمد هيكتب ثريد دلوقتي على على التويتر، هيتكلم فيها عن الاستخدام الامثل للعربيات وبعض التفاصيل كده السريه يعني، او يعني ممكن تكون معروفه بس ايه الناس بتنسى في النص، واللي توفر لك في استخدام البنزين. انا عملت لها علشان شيرنج موضوع على تحت عنوان التويت اهي، الثريد فيه حاجات زي كده كتير فعلا هتفرق معاكم يعني في استهلاك البنزين وفي الاداء بتاع العربيه، والفلوس عموما، يعني توفير الفلوس عموما فيما يخص نطاقات العربيه. عظيم جدا. تمام يا باشمهندس، تسلم يا صديقي. اشكرك، شكرا. شكرا ليك حبيبي، ربنا يخليك. ماشي، احمد السيد. طيب فقدنا احمد السيد. الخطيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. آه، طبعا أنا أول ما دخلت في الأول يعني بعد الكلية كده أثناء التريننج، لما دخلت الكادر الطبي أو بدأت أنزل صيدليات وكده، يعني للأسف لقيت إن الكادر الطبي زي غيره من الأماكن كلها في لفة كده ما بين الصيادلة وبشري ومندوبين والشركات، عاملة زي الفجوة. أنت بتطلع شخص خام أو أيا كان، حتى لو متدين أيا كان، بتخش الدايرة دي المبادئ بتاعتك والقيم وكل حاجة بتروح في داهية، وبتبدأ تطبع شخصيتك على الطريقة دي أو اللي بيحصل في المكان ده، بس بتبدأ تتغير بحيث إن أنت واحد بتجيب فلوس إلا ما رحم ربي طبعا. تنزل الصيدلية مثلا هتلاقي الدكتور مظبط مع الدكتور الصيدلي، بيتظبط مع الدكتور مش عارف اللي فوقيه على نسب وبتاع، من قبل إن الروشتة تكون مدروسة. في حاجات يعني في أصل مضاد الحيوي والحاجات اللي هي بتطلع عشان غالية. لقيت ان الموضوع صعب لدرجة ان انت يعني لما تكون شايف ان ده غلط او ده حرام طبعا، وشايف لا الناس كلها هتقول لك لا يا عم الدنيا كلها كده، طب انت يعني طب انا وافقت على دي، هتلاقي نفسك رجليك بتتسحب بتتسحب بتتسحب. وللاسف يعني ربنا سبحانه وتعالى كل ما بتبعد عنه كل ما بتنزل على عينيك زي غمامة كده، او الامور بتصعب عليك ان انت ترجع تاني. يعني بتبدأ يعني الفرق ما بين بالظبط، انت بتسرق الشخص بس للاسف الحرامي اللي بيمد ايده في محفظة واحد وبياخدها هو عارف انه حرامي، فهو يعني اقرب للتوبة، لان ده طبعا هو معترف انه بيسرق والناس كلها ان دي سرقة. طب انت ايه نصيحتك يا خطيب؟ ايه النصيحه اللي انت بتقولها للناس من خلال مجالك او من خلال؟ نصيحتي ان لما طبعا ان انت لو مثلا ممكن لو هتكسب 1000 جنيه، 1000 جنيه هتكون احسن من ال 10000 اللي هتيجي بطريقه وحشه وهتروح بالوحشه، لان هو ربنا سبحانه وتعالى يعني مفيش اكرم منه. انت عمرك ما هتعمل شيء لوجه الله وربنا سبحانه وتعالى يعني مش هيكون اكرم منك. فاصعب حاجه لاي حد هيتخرج او بيحب ينزل تريننج او بيشوف الدنيا، لا اثبت على مبادئك ايا كانت، وعلى اللي انت مقتنع انه صح، راي الدين اولا واخيرا. وشكرا لك. شكرا ليك، شكرا. طيب تقى، يلا يا تقى. صباح الخير يا تامر، صباح ازيك؟ النور، ازيك؟ الحمد لله. بص، هو يعني أكتر نصيحة ممكن أقدمها للناس، هو مش مجالي بس أي مجال عامة. أكتر حاجة أنا اتعلمتها إن زمايل الشغل يفضلوا زمايل شغل، يعني هو مفيش أوبشن تاني، هم أصحاب الشغل يفضلوا زمايل شغل وبس، مينفعش ندخلهم في حياتنا.
ونتوقع إن هما ممكن يحصل أي حاجة في أي وقت فهيأذوك في شغلك، فأنت يعني خليك في حالك، ماشي في طريق معين، أنت أصلا شغال في الشغل ده عشان أنت قبل ما تروحه كنت حاطط في دماغك هدف معين أنت تنجح. فتمام، اشتغل على نفسك، ركز في طريقك، ما تفكرش تبص وراك أو تفتكر أي حاجة قديمة، لأن وانس إن أنت بصيت وراك هتقع وهيبقى صعب إن أنت تقوم تاني. فلا، ركز في طريقك وانجح، وما تعتمدش على أي زمايل معاك، هما زمايل شغل بس في الأول وفي الآخر يعني. بس دي أكتر حاجة أنا اتعلمتها في ال3 سنين اللي اشتغلتهم دول. طب هو ثانية واحدة بس برضه عشان نفهم، هو ايه الضرر انك انت تطلعي بصديقة مثلا من الشغل؟ بيبقى نادرا قوي، بس هو في الآخر بس تيجي لحظة تتعارض فيها المصلحة، فلا هو هيختار مصلحته، وده أي حد عامة في الحياة كده، بس في الشغل أكتر يعني. إن هو مش هيكون عايزك أحسن منه، بالعكس هيبقى عايز يبقى أحسن منك في الشغل، فمحدش بيحب حد أحسن منه. مم. فطبيعي هيبوظ لك الدنيا، وهيبوظ لك خط السير اللي انت عامله عشان تنجح، فالدنيا هتبوظ معاك. فكده كده زمايل الشغل يفضلوا زمايل شغل بس، يعني يبقى في حرص في الموضوع. تمام، شكرا يا طه. عفواً. شكرا ليك. صديقنا أحمد البوهي، خير عليكم جميعا. ازيك، اخبارك ايه؟ زي الفل. ازيك انت؟ ليك وحشة كبيرة حبيبي ربنا يخليك، وانت كمان. حبيبي. قول لنا بقى، ايه النصيحة اللي انت تقولها للناس من مجال خبرتك في الشغل او في الحياة بشكل عام يا احمد؟ خلينا نقول اللي حاضرني دلوقتي يمكن في مجال الشغل، بما نتكلم عن صناعة المحتوى أو النشر أو الكتابة بشكل عام. لكل حد عايز يقدم حاجة يعني يستفيد منها الغير، وإنه يقدم حاجة تتقري. فعايز أقول لهم إن الكتب هي عبارة عن إرث، هي أكتر حاجة ممكن تورث، وعلى مستوى القيمة المادية هي أرخص حاجة ينفع تورث. يعني كتاب ممكن كان يبقى من أيام الجد مثلا، أو أجيال، والكلمة دايما بتعيش. فلأي حد عايز يكتب وعايز يبقى ليه يعني يبقى ليه حد بيقرأ له، هقول له إنه ما تعتبرش الكلمة اللي أنت بتكتبها ليها عمر معين وهتنتهي. اكتب دايما بصدق، بشكل وأنت مدرك إنه هيتوارثه الأجيال. ربما يقرأ الكلمة دي حد بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، وبعد 50 سنة ممكن يقدر يقراها مرة تانية. فاكتب حاجة تنتمي لها طول العمر يعني. تمام يا محمد، شكرا ليك يا احمد، ونورتنا، وعايزين حبيبي، والنور جميلة وموضوع جميل. ربنا يخليك. أنا بحييك على الله يخليك الموضوع. يا احمد، شكرا ليك يا احمد، شكرا ليك. طيب أميرة. صباح الخير يا تامر، صباح عامل النور، ايه؟ ازيك؟ الحمد لله. لو في نصيحة هنصحها للناس، أنا دكتورة علاج طبيعي، فشايفة إن الصحة أهم مليون مرة من الشغل. يعني الكلام ده بقوله لنفسي قبل أي حد. يعني يولع الشغل، يولع كل حاجة، يولع القعدة على المكتب بال7 وال8 ساعات. نجينا ناس عندهم 25 سنة وعندهم ديسكات في ظهرهم قد كده. فشايفة إن الصحة أهم حاجة بالنسبة للبني آدمين. ولو في حاجة تانية هانصحها، يعني أنا من خلال شغلي باشتغل مع ناس عندها شلل كتير، فباشوف الناس بتبقى صعبانة عليها أوي لإن أولادها مش بيكونوا مقدّرينها. فيعني لمّا أهالينا يكبروا بلاش نحسسهم إن هُم تُقال علينا أو البني آدم تقيل أو إحنا مش يعني طلباتهم تقيلة وكده. بالعكس المفروض يعني نقدّرهم ونشيلهم أكتر. يعني هي الصحة غالية وكل إيه؟ عايز اسالك عن حاجه. طب انت دلوقتي بتقولي الصحه، طبعا الصحه مهمه، بس اكيد برضو اللي بيجوا لك وهم عندهم 25 سنه وعندهم مشاكل في ظهرهم وفي المفاصل وفي الكلام ده كله، اكيد هم بيتعاملوا برضو غلط، يعني ما مثلا هو بيقعدوا أنت بطريقه عشان غلط او كده.
أنا نفسي باتعامل كتير غلط، بس يعني أوقات بابدّي حد على نفسي تمام، بس لمّا أبقى حد قاعد في مكتب أو قاعدة باروّح بانام أو باشتغل بس بعد كده أروّح أنام، لازم نخلّي بس فكرة الرياضة في حياتنا أو مش روتين أو ما بادّيش يعني لو أنا موجوعة خلاص أوقّف كل حاجة وأقف شوية لحد ما أهدى، إمم. ما ابقاش من هنا لهنا، لهنا، لهنا وخلاص بقى، يعني لاغي ضهري، لاغي رجلي، لاغي رقبتي، ليه يعني؟ طبعًا باستخدام الموبايل واللابتوب والكلام ده كله طبعًا زوّد مشاكل الرقبة كلها. تمام، تمام يا أميرة، شكرًا ليكِ، نعم. شكرًا. شروق، ازيك يا أستاذ تامر؟ إزيِك عاملة إيه؟ الحمد لله بخير. أنا بس عايزة يعني أدي نصيحة كده، هو سن صغير يعني 20 سنة، بس يعني في طول حياتي أصلا كده حسيت إن في حاجات كتير اللي حوالينا بيفرضوها علينا وإحنا بنتقبلها بس عشان نرضيهم، رغم إن هي تكون متعبة جدا. بس حقيقي يعني أكتر نصيحة محتاجة أقولها إن محدش يجي على نفسه عشان خاطر حد، لأن في وقت كده مش هتلاقي أصلا حد بيفتكر لك اللي انت عملته عشانه، بالعكس ده وقت مثلا ما انت تقول على حاجة لأ، يتنيه بقى يتكلم اللي هو انت ازاي مش مقدر، انت ازاي ما التمستليش العذر، انت وانت وانت، مش بيفتكروا اي حاجة خالص حلوة ممكن تكون انت عملتها عشانهم. ده غير ان ممكن اصلا كل الدايرة اللي حواليك مهما كانت بقى دايرة صحابك قرايبك، ممكن يعني تلاقي فيهم الوحش اكتر من الحلو. يعني دي حاجة بتبقى بجد مزعجة قوي، اللي هو آم، يعني تبقى صدمة حرفيا. فبجد بجد يعني الواحد برضو زي ما بيقدم الحلو وكل حاجة، لازم برضو يعني يراعي نفسه شوية، اللي هو ما يجيش على نفسه عشان خاطر حد وما يأذيش نفسه أصلا. ودايما تلاقي الواحد عمال يجلد في ذاته، طب أنا ليه مثلا بدي أكتر وليه مش حد بيديني اهتمام زي ما أنا بدي؟ فبجد بيكون الإحساس وقتها صعب جدا. فأتمنى يعني إن كل واحد برضو يفكر لنفسه شوية، مش كل حاجة أو مش كل اهتمام وتقدير يبقى اللي حواليه. والاهتمام والتقدير ده أصلا ما بيتقدرش، لأن بتبقى حرفيا صدمة، بيبقى وجع جدا. فيعني أتمنى بجد إن أنا أكون قدرت أفيد حد بنصيحة بسيطة زي دي. طيب استني عشان أحمد مجدي عايز يقول لِك حاجة، اتفضل يا أحمد. شروق ازيك؟ الحمد لله بخير. انا بس يعني يلزم اننا نوضح حاجه. احنا عشان نقول نصيحه لحد يفضل نقول حاجه تناسب كل الناس. يعني اما اقول للناس مثلا ايه نلعب رياضه، دي حاجه هتفيدنا كلنا. لما حد دكتور يقول ناخد بالنا من صحتنا واحنا قاعدين ازاي ورقبتنا متعرضه لايه وما نسكتش على الوجع او التعب، دي نصيحه كلنا محتاجينها. انما انا ما ينفعش اتعرض لموقف او شويه مواقف اطلع منهم بنصيحه ان انا ما ينفعش ابقى يعني ابقى حاسن النيه مثلا، او ان انا ابقى بضحي او لا، هو انا ممكن اتعلم ان الحاجه دي ليها اهلها او ليها ناسها. لو هتعلم حاجه من الموقف ده او الحاجه دي تتقدم لحد يستحقها، او اتعلم ان انا نفسي افلتر الناس وافرزهم كويس. انما ما ينفعش الدرس ده اطلع منه بان انا ما ينفعش بعد كده اضحي، ما ينفعش اعمل حساب لحد، انا نمره واحد. لا يعني مش هو ده الدرس اللي المفروض. لو فرضنا ان هي دي النصيحه اللي يعني انت عايزه تقوليها، لا يعني ما يعني مش هو ده الحاجه اللي المفروض نتعلمها او نطلع بيها من الموضوع ده، او نقول للناس لا دي مش حاجه تفيد كل الناس. ما ينفعش اقول للناس ما انت تفكر في نفسك قبل اي انت مهم انك تفكر في نفسك، بس لو ده نتيجه موقف انت تعرضتي فدي حاجه فرديه او ممكن كلنا نتعرض لها، بس مش هو ده الحاجه اللي احنا محتاجين نعرفها. فلو احنا بس عشان فعلا اي حد يقول حاجه تفيد كل اللي بيسمعه، حاجه فعلا جينيريك، حاجه عارف زي الحاجه اللي ملهاش مقاس كده، وان سايز فيتس اول، حاجه تفيد كل الناس. فمعلش انا بعتذر يعني، وبعد اذن تامر طبعا ان انا تدخلت، بس عشان الحاجه فعلا تفيد الناس، ما تبقاش حاجه فرديه او حاجه شخصيه. يعني لو واحد اتجوز واحده وما توفقش وكانت اسوأ حاجه في حياته انه يتجوز، ما ينفعش يطلع يقول للناس ما تتجوزوش. لا، ممكن يقول لهم قبل ما تتجوز تتاكد ان طباعك متوافقه وتعرف ان الشخص ده متناسب ليك وتاخد بالك من كذا دي نصيحه لطيفه مناسبه. اتمنى بس يكون قصدي وصل. تمام، تمام يا أحمد، ماشي. هو أحمد يقصد إن ما تبقاش النصيحة خاصة أكتر ما تبقى فيها عمومية. يعني أنت ممكن تكون فعلا الموقف اللي أنت متعرض له عايز تنصح بيه غيرك، أو المعلومة اللي عايز تقولها لغيرك هي معلومة خاصة جدا،
من واقع خبرتك. ما هو ده معنى السؤال، يعني ده السؤال المكتوب فعلا، ولكن ما ينفعش تطبقه او تقول للناس مثلا ان كذا. يعني اقصد ايه، عمم الموضوع، خلي الموضوع فيه عموميه لو ينفع، طبعا فيه التعميم يعني. طيب نكمل. مصطفى، اتفضل يا مصطفى. مصطفى يفتح المايك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إيه، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله والله، ربنا يخليك. ايه، يعني تكونوا كلكم بخير، واتمنى ليكم كلكم التوفيق في رحلة الحياة اللي احنا عايشينها. انا هقول نصيحة بس بسيطة كده وسريعة. بالنسبة اللي احنا اتعلمناه يعني في شغلنا بشكل عام او شغلنا، حتى عمل كتبت الكلام ده عندك حاليا. يعني هو انا شايف كل المشكله في الشغل الغرور. يعني بحذر كل واحد من الغرور، لان احنا مهما بلغنا من العلم في شيء معين فاحنا بنكون جاهلين في غيره. والمفروض ان احنا نفضل نسمع ونتعلم لحد اخر يوم في حياتنا. واخيرا بس ان ايد لوحدها فعلا ما بتسقفش، وعقل واحد ما بيفكرش. لما بتسمع وبتاخد افكار من غيرك وغيرك بيشاركك، يعني سواء في اي عمل يكون العمل جماعي، النتيجة بتكون افضل بكتير من ان العمل يكون فردي. وشكرا ليك جدا. شكرا شكرا شكرا. طيب صديقنا استاذ محمود صالح. يا مساء الفل. يا صباح الجمال. اخبارك ايه يا صديقي العزيز؟ وحشني جدا. الحمد لله والله، وانت كمان. الاستاذ محمود صالح يا جماعه من الناس اللي انا بعتز بيها جدا جدا جدا، يا رب يخليك، ده على راسي. والناس اللي فعلا انا بحبهم وبحترمهم جدا يا يعني. رب يخليك. والله انا حابب برضو اولا اشكرك على المساحه الايجابيه اللي انت بتفتحها للناس كلها بشكل كبير قوي، واحاول اشير مع الناس بس اكسبيرينس كده ممكن تكون لطيفه نحاول ناخد فيها يعني مساحه تفكير افضل، يعني في مساحه العمل. طول الوقت احنا بيقابلنا مشكله كبيره جدا واحنا بنتنقل من مكان في الشغل لمكان اخر، او لسه بنبتدي شغل، انه بيكون عندنا حماس شديد جدا ان احنا عارف ان احنا نلعب بكل مراكز اللي موجوده في الملعب. وبنكتشف مع بعد الوقت ما بيعدي ان احنا الحقيقه يعني بنخسر مجهود كبير جدا من اللي احنا بنعمله. تمام. وانه كمان الناس بتاخد المجهود اللي احنا بذلناه بشكل كبير جدا ومفرط في كل المراكز اللي في الملعب، بتاخده فور جرانتي في المؤسسه والناس اللي بتديرك. فما تبصش للمجهود ده بعد كده على انه حاجه مهمه جدا ومحتاجين ان احنا نبني عليه. وبالتالي هنا ببساطة المركز النصيحة اللي عايز أشاورها للناس، نحاول في بيئة العمل وإحنا بنبتدي نشتغل أو نتحرك في بيئة عمل جديدة أو في مكان جديد، إن إحنا نركز بشكل واسع جدا ودقيق جدا على التاسك اللي مطلوبة مننا بشكل فعال، بحيث إن إحنا ببساطة شديدة جدا نبقى مقسمين المجهود بتاعنا عشان ما يروحش يعني هباء منثورا، وبعد كده نرجع يبقى عندنا احساس طول الوقت ان احنا مضطهدين، وانه مجهودنا لا يقدر بالشكل الكامل، وانه الناس مش بتاخد باللي احنا بنعمله، ونلاقي في ناس تانية بتاخد بوزيشن مختلفة عننا، او كمان ان هم ممكن يجيبوا اكسبرت من بره ظنا منهم انه ممكن الاكسبرت ده يكون عنده حاجة اكتر من المجهود اللي احنا بذلناه. فيعني نترفق كده ببساطة كده مع الأمور اللي موجودة حوالينا، ونحاول طول الوقت نقلل مساحة الشخصنة فيما نتعرض له في بيئة العمل. أظن أنه ده هيخلينا نرتاح أكتر، خصوصا مع الفترات الضاغطة اللي بيمر بيها جميعنا دلوقتي. هتحاول تخلينا ناخد الأمور في إطار البيزنس، مش بناخدها بشخصنة يعني. واشكرك يعني قصدك ما يدوسوش، ما تدوسش على الرابع وما تخشش بالظبط بعزم فيك وتجري عمال تجري بسرعه. لا، انت عندك تاسك معين خلصه بتركيز، حتى يعني ياخد وقته، حتى لو وقته ده بسيط مش مشكله. الورك لايف بالانس بقت مش رفاهيه. محاول انك تسيب مشاكل الشغل جوه المكتب، ما تخرجش بيها بره البيت. ما تحاولش تحرق بنزين زي ما انت بتشاور لنا كده بشكل زياده،
لانه في الاخر كل الامور مقدره، انت محتاج تعمل اللي انت محتاج المفروض تعمله بدقه شديده واحترافيه شديده عشان يفضل عندك طاقه تبدع في مجالات اخرى. تمام يا صديقي، شكرا حبيبي يا ليك غالي، ونورتنا. تسلم الله يخليك تسلم. حبيبي، ربنا يحفظك، الله يخليك. صديقنا العزيز استاذ محمود صالح. ماشي. استاذه ميرفت. دكتوره ميرفت. أيوة، مساء الخير عليكم. أنا اهلا أهلا بك. بحضرتك. أنا بحيي حضرتك وبحيي كل الزملاء، وبشكرك على الفرصة دي. أنا عايزة اهلا. أقول جملتين صغيرين جدا من خلال شغلي 30 سنة. عايزة أقول التخصص ايه يا نعم. فندم؟ أنا دكتورة تخصص قلب، ايه؟ دكتورة أمراض قلب وعناية مركزة. اهلا أهلا وسهلا. بيك. بص، بقول لحضرتك يعني بقول مش نصيحة، بقول كده حقائق أنا حسيتها في سنين، إنه يا جماعة من فضلكم ما تستحلوش الوحدة، ما تستحلوش الوحدة. أنا في بداية حياتي كنت شايفة إن الفقر هو أصعب حاجة في الدنيا، وفي الميدل ايج كنت شايفة إن المرض هو أسوأ حاجة في الدنيا. لما كبرت أكتر اكتشفت إن الوحدة هي أسوأ حاجة على الإطلاق. بمعنى إيه؟ لما بتشوف حد كبير جاي ياخد دواء وإزاي ركب مواصلات وإزاي وصل وهياخد دواء ويرجع يقعد في البيت لوحده، سواء ست أو راجل، وإنت لو هو محتاج ماديا أنت هتقدر تساعده، أنت مش هتقدر هتجيب له من حد معاه. عايز دواء هتقدر تتصرف له في الدواء، في على حساب الدولة، على نفقة الدولة. لكن في الحقيقة بتتصدم إنك مش قادر تروح معاه، مش قادر توفر له حد يجيب له طلباته أو يعمل لها أكلها كل يوم. وإن ست تبقى لوحدها ومطلوب منها كل يومين 3 تنزل تجيب عيش وجبنة وأكل، أو إنها تبقى فوق 80 ولازم تقف تعمل لنفسها أكل. فأنا بلاقي دعوات. أنا مش عايزة أقول إن يعني في النهاية إن الجواز أهم حاجة وأغلى حاجة وإنه أحلى حاجة، أبدا أبدا أبدا. بس المواضيع اللي اعتزل 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 ما يأذي، اعتزل اعتزل، وتلاقي نفسك في الآخر أنت وحداني. بجد الوحدة هي أسوأ من المرض وأسوأ من الفقر. فخليكم ليكوا حبايب وجنبهم وسامحوهم وهم هيسامحوكوا، فعشان الحياة تمشي معقولة. شكرا. طيب، استفسار يا دكتوره بعد نعم. اذنك، من خلال تخصص حضرتك برضو عايزين نصيحه برضو من التخصص بتاع حضرتك كطبيبه امراض قلب. نصيحة طبية يعني. طيب، أنا هقول جمل يعني هي من الحاجات الايه الاساسيه في العلم عندنا. حاجه اسمها هاي ريسك فاكتورز، ان انا عشان لو احافظ على قلبي، لو انا مريض قلب، لو انا مريض ضغط لازم اخد علاج الضغط. مفيش حاجه اسمها اصل انا خدته بقى كويس واسيبه، لازم اظبط ضغطي. لو انا مريض سكر لازم اخد دواء السكر كويس واتابع، واتابع لو عند دكاتره كبيره واتابع عند دكتور صغير، اجيب دواء رخيص، دواء من الحكومه، دواء من الوحده. لازم اخد دوايا، لازم اوقف التدخين، واخد بال حضرتك. اشوف الكوليسترول بتاعي، احلل مره كل سنه. 4 حاجات دول اسمهم هاي ريسك فاكتور. هاي ريسك فاكتور يعني دول اكتر حاجه ممكن يتعبوا. حاجات جنبها انك تلعب رياضه، ان وزنك يبقى معقول. ده يعني السمنه تعتبر مرض. ان انا اعمل شويه رياضه، ان اكل اكل صحي، كلها حاجات جميله جدا. بس انا وصيتي الاساسيه ان اللي عنده ضغط او سكر لازم 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 ياخد علاجه مظبوط ويتابعه. ويتابعوا زي ما بقول لحضرتك، الوحدات الريفيه فيها ادويه، والمراكز ومستشفيات الحكومه ونفقه الدوله وكله متاح. فانا عايزه الناس تاخد علاجاتها وتخلي بالها من الكوليسترول وتبطل التدخين. تحاول تاكل اكل صحي شويه، تحاول يبقى وزنها معقول او زياده شويه، ما يبقاش زياده وزن. كل ده
طيب انت بتحافظ على القلب وعلى الشرايين. طب دكتور ميرفت، في ساره بعت لك سؤالين بعد اذنك. وانا عندي سؤال بس بعدها بعد اذنك اتفضل. برضو. هي بتقول لك هل الحزن بيأثر على القلب؟ طبعا يعني الواحد لما يزعل كتير بيأثر على القلب؟ طبعا في حاجه كده تكابوسو سندروم كده اسمها هارت بريك. يعني في ناس بيحصل لها كده زي تعب في عضله القلب من الحزن الشديد جدا، اللي هو يقول لك كسر قلبي بيحصل. بس لحسن الحظ ان شاء الله الناس دي 90% بترجع سليمه بعد كام شهر. طبعا شور بيأثر يعني. طيب وبتسأل حضرتك برضو. ده سندروم. تمام. بتقول لحضرتك برضو هل التنميل بتاع الجسم ده بيبقى له مثلا علاقه بجلطه او بحاجه، ولا دي حاجه عاديه ان هو بيحصل لها كتير؟ لا، التنميل ده لازم نفكر بقى، هل دي مريضة سكر؟ هل هي عندها التهاب في الأعصاب الطرفية؟ الصوديوم والبوتاسيوم والضغط، عايزة شوية حاجات كده، شوية حاجات. هل التنميل ده حالة نفسية؟ يعني احنا الأول لازم ندور كلينيكال كده الأسباب وندور عليها، وفي النص كده بنخش عيادة النفسية نشوف هل ده بيحصل مع الضغط الشديد، مع العياط، مع الخوف الشديد، حاجة كده. تمام. طيب أنا سؤالي بعد إذنك، بنسمع كتير إن بيحصل ناس بيتوفوا في الجيم، بيجي لهم سكتة قلبية وبيتوفوا في الجيم. فده بيكون سببه ايه؟ او هل في وقايه منه؟ ممكن حد يجي يقول لحضرتك مثلا ايه، انا عايز اخس بس انا خايف اروح الجيم لاني خايف ان يحصل مضاعفات وانا بلعب مثلا او بجري مثلا بتمشى على التريد ميل. شوف حضرتك، هما اللي عايز يبقى مطمن شويه لازم يعمل رسم قلب العادي بتاعنا ده اللي بيتعمل في كل حته. ده بيدي دكتور القلب فكره عن انتظام دقات القلب والعضله، ويعمل الايكو ده اللي هي موجات صوتيه على القلب. ده بيدينا فكره عن عضله القلب. وفي امراض مش بتبان غير بالايكو، ودي اللي يعني احيانا تلاقي شباب بيتوفى فجأة صادم وهو بيلعب وهو في كورة ولا حاجة. ده بيبقى في حاجة اسمها كارديوميوباثي، أمراض في عضلة القلب، الإيكو بيشخصها. التاريخ المرضي، يعني دايما الإنسان يخلي باله لو حد عنده في العيلة حد توفى سنه صغير، ده برضو لازم تاخد في الحسبان إنه يروح يطمن على قلبه، يروح يطمن. طبعا تمام. الأدوية المنشطة والأدوية، يعني لو أنا هتكلم حاجة طب بقى، أنا كنتش داخلة أتكلم عن الطب يعني. لو هنتكلم عن حاجة طب، الأدوية المنشطة واسمح لي المخدرات والبلاوي هي دي سبب أساسي في الوفيات الشباب والسادن ديث. سبب كبير ومخفي والناس مش بتقول. فيا ريت يا ريت يا ريت محدش ياخد الحاجات دي خالص تحت أي ظرف. يعني بجد الواحد نفسيته بتتعب من الولاد اللي بياخدوا الحاجات، وحاجات كلها أصلا مصنعة في حتت وحشة ومركبات غلط وبيعملوا كوكتيلات هباب. فيا ريت الناس تبعد خالص عن الحاجات المنشطة وحاجات الأمينو والحاجات بتاعت بناء العضلات، الكلام ده يا ريت كله نمشي مشي طبيعي وأجسام شبه طبيعية. تمام. دكتورة ميرفت أنا سعد، طولت أمراض القلب. لا خالص بالعكس، ده انا مش عايز احول السبيس، يعني كميه اسئله جايه لحضرتك على الانبوكس عندي طبيه، فاحنا هنعمل ان شاء الله سبيس. عايز وعد منك ان شاء الله لا، حضرتك تكوني موجوده معانا في مره، انا مع حضرتك تمام. نعمل سبيس بس في مره. انا مش عايزه الشباب وان هم يشجعوا بعض على العيشه انه يبقى وحداني. مش عايزه الناس تبقى وحيده، تواجه. وفي نفس الوقت ودكتور برضه عشان المعلومه تبقى كامله، وبرضه ما حدش لانه بيعاني من الوحده يدور على المشاركه باي حد وخلاص. يعني ده ما يخليش طبعا، ده برضه. حضرتك طبعا اللي يعني تجاربك الانسانيه ومع الناس اكيد هتعلمهم، اكيد. انا بس عشان اللي انا بشوفه بقى الناس بحس بعجز
حقيقي لما الاقي نفسي مش قادره اساعد الناس. واخد بال حضرتك؟ ويا ريت حضرتك تبقى مره كده نتكلم بصدر رحب، باوبن مايند عن دار المسنين والكلام ده، يعني نبقى بلا حرج نتكلم فيه. هنعمل ده ان شاء الله قريب جدا يا ان دكتور. شاء الله. شرفت شكرا بيك. دكتور ميرفت سعد، شكرا، شرف لينا، شكرا يا مع فندم. السلامه. مع السلامه. طيب ساره، يلا ساره. ساره شريف. ايوه. ازيك ازيك يا يا استاذ ساره؟ تامر؟ كله تمام والله. الحمد لله. انا بس يعني عاوزه اشكر دكتور ميرفت لما قالت مش عايزه الناس تبقى وحيده بجد يعني، وشكرا جدا جدا للكلام اللطيف بتاعها. علمتني منه حاجات كتيره يعني. هي انا عايز ازود حاجه على دكتور كلام دكتور ميرفت. ما تبقاش وحيد وما تخليش اللي قريبين منك يبقوا وحيدين برضه. يعني قرب من الناس وما تخليش الناس اللي انت بتحبهم يبقوا واحده، ان هم يبقوا وحدهم ويحسوا ان هم لوحدهم في لحظات يعني مش بس ما تفكرش في نفسك انك ما تبقاش وحيد، ما تخليش برضه اللي انت بتحبهم واللي لهم فعلا غلاوه عندك يبقوا لوحدهم يعني. بالظبط. يعني هي قالت كلام انا كان نفسي اقوله من زمان لناس كتير. طيب قولي لنا بقى. لو هنتكلم بقى في السبيس، فانا بشتغل ميديكال ريب، فمش عارفه حضرتك عندك خلفيه عن الميديكال ريبس ولا انا ايه؟ عندي، بس اشرحي للناس. تمام. هو الميديكال ريب دول هم مندوبين الدعاية اللي بنلف على العيادات وبنتسوح طول النهار في الشوارع في الشمس من عيادة لعيادة ومن دكتور لدكتور. فاحنا بنشتغل على أدوية معينة، بنكلم الدكتور عنها، والدكتور المفروض ان هو بيكتبها في الروشتات. فدي طبيعة شغلي يعني. تنصحي بقى الناس ايه من طبيعه شغلك؟ من طبيعة شغلي، أول حاجة وأهم حاجة حاول تساعد الناس على قد ما تقدر. لو في ايدك ان انت تساعد حد اوعى تبطل تساعد، يعني اوعى تبطل تفكر في الموضوع ده. كل ما يبقى كل ما تبقى قادر ان انت تساعد حد ان هو يدخل مجال معين، حابب ان هو يدخل مجال الشغل بتاعك مثلا، ما تقولش لا. كنت تعرضت لموقف في فترة من الفترات ان انا كان ليا واحدة صاحبتي كنت انا ساعدتها علشان تدخل المجال. يعني انا اول ما اشتغلت خالص كانت هي وقتها هي اكبر مني ب2 باي ذا واي يعني. متخرجة بقالها 2 وانا كنت لسه متخرجة. فانا اشتغلت، فجت هي وقتها كانت بتبعت سيفيهات كتير. احنا في طبيعة شغلنا لما بنيجي نقدم على شغل فبنبعت سيفيهات كتير لشركات كتير وبنترفض من مليون انترفيو ورا بعضها. فهي جات اتكلمت معايا. كنت انا وقتها اشتغلت، بس انا كنت بشتغل في شركة صغيرة خالص يعني اسمها مش معروف في الماركت. لما ساعدتها ما شاء الله هي دلوقتي وصلت واشتغلت في كذا شركة ورا بعضها، ودلوقتي بقت شغالة في شركة كبيرة جدا ما شاء الله يعني، وجابت عربية وربنا أكرمها يعني. ففي يوم كنا قاعدين بنفطر مع بعض فلقيتها بتقولي فلانة الفلانية واحدة نعرفها احنا الاتنين عايزة تدخل الكارير، بس بتقولي انها بتعمل انترفيوهات كتير وبتترفض. فبقول لها طب ماشي ما تدخليها، هتخسري ايه؟ انتي شوفي في شركتك هتلاقي عندك فيكانت او في اي مكان، انا مثلا هاتيها ندخلها على الجروب بتاعنا وهنلاقي لها فيكانت، اكيد هنلاقي لها شغل وهندخلها، حاولي تساعديها يعني. فردت عليا جملة كده انا مش ناسياها، قالت لي وانا مين كان ساعدني؟ انا مين كان ساعدني؟ ما انا اتمرمطت ورحت وجيت وعملت انترفيوهات كتير في الشتاء واترفضت وعملت فوق 31 انترفيو فوق 31 شركة ومحدش قبلني، وجيت في الآخر ما الموضوع ما جاليش على طبق من فضة يعني، ما جاليش قصدي على طبق من ذهب يعني. فأنا اتمرمطت. فهي ليه ما تعملش زيي؟ هو احنا الشغل ده بتاع أبونا؟ فاتقال لي كده لفظا، بغض النظر عن ان هي نسيت اصلا ان انا اللي بعتلها السي في وانا اللي ساعدتها عشان تدخل، يعني هو ربنا حاطيني سبب كده علشان عشان تدخل الكارير بتاعنا. فلما قالت لي الجمله دي فضايقتني جدا. قلت لها طب بقول لك ايه، ما تبعتي لي السي في بتاعها. ما وافقتش حتى انها تبعت لي السي في. قلت لها طب حاولي بس تشوفيها كده. قالت لي لا هي ما عملتش سي في اصلا.
قلت لها طب ابعتي لي رقمها علشان اكلمها عشان ندخل وعشان ادخلها يعني معانا في الجروب وكده. فيومها بعتت لي رقمها، بس عارف اللي هو ايه، على مضض كده، اللي هو يعني خدي خدي علشان تبقي انت الجوكر يعني اللي قشيتي في الموضوع، خدي خدي كده، فاهم قصدي؟ فنصيحة يعني، لو في ايدك ان انت تساعد حد، اوعى تبخل خالص 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 بالموضوع ده. ربنا سبحانه وتعالى بيسلطنا احنا كجنود علشان نسهل امور الناس. دي اول حاجة. تاني حاجة بقى يا جماعة، دوروا على المظهر بتاعكم وانتوا بتشتغلوا. يعني بحكم شغلي انا كسارة، شغل الميديكال ريب عموما، فاحنا طول الوقت بنبقى بنلبس كلاسيك، ولازم يبقى شكلنا شيك، لازم نبان ان احنا في الشغل كويسين. آم، بيبقى لنا يونيفورمز معينة، حاجات كتير. فكل ما كان مظهرك حلو، كل ما كان الاتيتيود بتاعك نفسه بيديلك كاريزما كده يعني. حاول تجمل في المظهر الخارجي على قد ما تقدر، ده بيبقى كويس جدا جدا في الشغل. تمام. وطبعا حاول تتعلم على قد ما تقدر. تمام يا ساره، شكرا ليكي ساره. وساره النصيحتين بتوعها، تحافظ على مظهرك، والنصيحه الثانيه انك انت تساعد غيرك وما حدش هياخد رزقك. على قد ما تقدر ساعد غيرك وافتح لغيرك سكك وابواب رزق، ربنا برضه هيكرمك ويفتح لك ابواب رزق. شكرا ساره شريف. ميرسي. شكرا. طيب معانا والدة ماهي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ تمام الحمد لله، بخير الحمد لله. انا عندي بس نصيحتين كده هقولهم بسرعة. اتفضلي. اول حاجة، اللي بالنسبة للعلاقات، اي علاقة في الدنيا محتاجة مجهود عشان تنجح. محتاجة احترام، محتاجة تسامح، محتاجة تضحية، محتاجة صبر. فلازم نصبر على بعض ونسامح بعض عشان نقدر نكمل في العلاقة دي. العلاقة دي بقى سواء صداقة أو علاقة زوجية، أي علاقة في الدنيا محتاجة إن إحنا شوية مؤهلات كده عشان نقدر نتخطاها ونقدر نكمل فيها. تمام. دي أول حاجة. تاني حاجة بقى، في نصيحة برضو المحفظة بتاعتي كانت قالت لي عليها. قالت لي أي عبادة في الدنيا تقدري تعمليها، ما تستنيش لما تكبري عشان تعمليها. يعني أي حاجة تلحقي تقدري تعمليها دلوقتي اعمليها، سواء سواء صيام مثلا تطوع، أو مثلا صدقات زيادة، أو مثلا مساعدة الآخرين. أي حاجة فيها خير تقدري تعمليها، الحقي اعمليها دلوقتي، ما تستنيش بقى طب أما أكبر شوية. طيب طب ينفع مثلا لو في إمكانية إن أنا مثلا أقدر أحفظ قرآن دلوقتي، أو مثلا أجتهد إن أنا أتعلم التجويد دلوقتي. أي حاجة تقدري تعمليها في طاعة الله دلوقتي، ما تستنيش تقولي لا استنى لما أكبر أصلا لسه صغيرة. لا، هو يعني ما فيش وقت للقصة دي. يعني أي حاجة نقدر نعملها نعملها. النصيحة دي من أول ما هي قالتها لي يعني فعلا الحمد لله بقيت اطبقها. يعني لان حسيت ان يعني مفيش وقت، او الوقت ضيق. ف وبعد كده لقيت يعني بعديها الواحد فعلا بيحس براحه نفسيه، سبحان الله. يعني بعديها الواحد بيحس ان هو كده يعني بيبقى سعيد من جواه ان هو بيعمل حاجه زي كده، ان هو بيعمل كده عشان يرضي ربنا او يتقرب له. فدي كانت حاجه حلوه قوي بالنسبه لي يعني. فانا قلت اقولها يعني افيد بيها غيري. شكرا ليكي، فعلا نصيحة غالية ومهمة جدا. شكرا ليكي. العفو، شكرا مع السلامة. شكرا. ريم، يلا يا ريم. مساء الخير يا أستاذ تامر. ازيك؟ الحمد لله، أنا سعيدة جدا إن أنا بشارك، ومش أول مرة أشارك. أنا هقول كام نصيحة كده بس. يعني الحاجة دي أنا جربتها. احنا عايزين أهم نصيحة من مجال خبرتك. أنا مدربة لغة فرنسية، ومديرة أكاديمي للأطفال، وكمان مؤخرا بقيت لايف كوتش. فأنا هحاول إن أنا يعني أقول كام حاجة يعني فادتني أنا كريم جدا في حياتي يعني، ونصيحة أقدمها للموجودين إن شاء الله. هو أول حاجة كده وقبل أي حاجة يعني
ألف باء ألف باء في حياتنا. زي ما سارة كانت بتقول إن إحنا نساعد الغير. الموضوع ده يعني نتايجه عليك ذاتيا حلوة جدا. انت لما يعني بتتعود ان انت ما تبخلش على حد بمعلومة، ما تبخلش على حد بنصيحة، ده هيفيدك جدا 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 في مجالك من غير حتى ما انت تحس. هتلاقي اللي يساعدك، يعني انت هيجي عليك وقت هتقف في مكان هتلاقي اللي يساعدك، وربنا بيخرجك من مواقف انت مش هتتخيل ان انت يعني جه ازاي او فين. تاني بقى نصيحة، الصحيان بدري. يعني الموضوع ده انا شخصيا مؤخرا بقيت يعني انا مش بستخدمه كتير، وحاسه نيجاتيف انرجي في حياتي، ومتاخره كتير في حاجات كتير بسبب موضوع الصحيان بدري والهيلثي لايف اصلا. يعني الموضوع ده يعني حلو جدا 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 ليك انت كشخصك، يعني ليومك ازاي تخططه، ازاي تنجز فيه. وده هيعلمك ان انت تعرف قيمة وقتك. يعني الصحيان بدري هيخليك يعني توصل لحاجات كتير مش عايزة اتعمق فيها اكتر، بس هتعرف بقى قيمة وقتك. هتعرف ان تحقق حاجات كده بشكل ملحوظ، وتستفاد من ال 24 ساعة في يومك، ما تحسش بروتين، ما تحسش ان انت مصاب بنيجاتيف انرجي. لا، الصحيان بدري ده مهم جدا جدا جدا. حاجة بقى يعني في مجال الأطفال، يعني بما إني بتعامل مع الأطفال، أي طفل انت في حياتك، أي طفل صغير، ما تسعاش دايما إنه يتعلم إزاي يكتب ولا لغة عربية ولا ماس ولا إنجلش، قد ما تزرع فيه إنسانيات. مش مهم هيتعلم إمتى، ومش مهم هيكتب بالقلم إمتى، ومش مهم خالص هيبقى واصل لأي درجة من العلم في الحياة الأكاديمية، قد ما تبقى تساعي جدا انك تعلمه انسانيات، تعلمه تزرع فيه الموضوع ده مع الاطفال. يعني ده اهم حاجة في الدنيا. سيبك من انه يبقى بيمسك القلم من سن 2 وجينيوس من سن 4 سنين. لا، اخليه يدخل المدرسة عادي وهو عنده 5 سنين ويبدأ حياة كويسة، بس ابنك كويس متقبل صحابه، معرفه ان في اختلاف حوالينا، معرفه ان انت تبقى انسان مهذب، تبقى انسان كويس، تزرع فيه انسانيات مهمة يعني. وحاجة تانية، ان العقل بنسبة كبيرة جدا جدا هو حكيم جدا لتصرفاتنا، فاحسبها بعقلك قبل ما تنجرف بتصرفاتك، وفكر دايما قبل ما تتكلم. واخر حاجه بقى، يعني اخر حاجه، ان شاء الله ما فيش حاجه تيجي في بالي تانية، ان احنا نتقبل عيوبنا ونتقبل اخطائنا، ونحاول طول الوقت ما نجيش على نفسنا ونرهق نفسنا ونجلد نفسنا، لان هي دي الحياه. انت لازم تغلط ولازم تقع ولازم ما تبقاش عارف عشان تعرف، وعشان تبطل تعمل غلط. انت مش نازل ملاك، انت بشر. فادي لنفسك وقت انك تتقبل عيوبك عشان تعرف توصل للبوزيشن اللي انت عاوزه. مش مهم في الحياة العملية، المهم ما بينك وما بين نفسك تبقى مرتاح. شكرا يا استاذ تامر. شكرا ميري، شكرا ليك، تسلم. طيب دكتور نميس. هي مش دكتور نميس. الأول مساء الخير يا أستاذ تامر. مساء الفل. هو أنا أسماء، بس يعني في حد من اللي كان معايا في الشغل كان بيقلش على اسمي فقال لي دكتور نيمز يعني، بس. ماشي دكتور نيمز. ماشي. أنا كنت عايزة أأكد على كلام سارة وكلام ريم. ما تبقاش نسخة من اللي صعبوها عليك. يعني انت ممكن يكون في obstacles كتيرة مقابلاك في حياتك وفي شغلك عشان توصل لمكان معين، ولما بتوصل يعني بتدوس على كل اللي تحت منك واللي اصغر منك واللي بيحاول يبقى زيك في يوم من الايام. افتكر دايما بالذات في مجال، حتى لو حد بيسمعني هنا اكيد في دكاترة كتير، ان اي معلومة بتقولها دي زكاة علم. هتوصل للي تحت منك وهتوصل للي تحت منه وهكذا. كل حد اتعلمها وانت السبب فيها بتاخد ثواب عليها. محدش هياخد مكانك ومحدش هياخد رزقك. لان في ناس كتير انا شفتها حواليا خايفه ان هي تقول لي معلومه او تقول لغيري معلومه عشان هياخدوا منهم الشغل او هيبقوا احسن منهم في يوم من الايام. المعلومه النصيحه الاقوى بقى الصلاه.
لان كلنا في زحمه الشغل ممكن مواعيد الصلاه تفوتنا. فدايما تبقى متوضي، حتى لو دخلت التويليت او حاجه ترجع تجدد وضوءك، ومعاك دايما سجاده من اللي هي خفيفه زي الورقه دي في جيبك، لان مش هنبقى بنسعى في الدنيا والاخره تروح مننا. يعني دي الاهم، احنا اصلا بنشتغل ليه؟ احنا بنعمل كل ده ابتغاء مرضات ربنا يعني. ونعم بالله. طب عايزين منك نصيحه في مجال شغلك يا اسماء. هقول اهو، هي اخر حاجه هقولها. يلا. احنا كل واحد فينا دكتور في مكانه. تلاقي الشعب المصري كله بيفتي وبيقول معلومات مالهاش علاقه بالطب. أنا بشوف مثلا حالات حروق وحالات جروح سيئة جدا بسبب ان بنت خالتها قالت لها تعمل كذا، او هي ما جاتش ما الطفل اتحرق على طول. فلو انا هنصحهم هقول حاجة من مجال طبي في المكان اللي انا فيه، في اسرتي، في شغلي، في وسط عيان جاي لي بمعلومة غلط اصلحها له، لان في دكتور ممكن اصلا يتكبر ان هو يصلح المعلومة للعيان، يقول لك هو جاهل خليه بجهله كده، يعني ما بنتناقش معاه. فالاسعافات الاوليه حاجه مهمه جدا لاي حد، مش لازم تكون دكتور عشان تاخد دوره اسعافات اوليه. لما طفل صغير او حد كبير يتحرق المفروض تعمل ايه؟ لما حد مثلا يتعور المفروض هيروح ياخد تطعيم ولا ما ياخدش. حاجات بسيطه جدا ومعلومات مش محتاجه دكتور قوي، بس الفتي فيها وحش. يعني يجي مثلا حد بحرق حاطط معجون حاطط بن كابس اي حاجه، في ناس بتيجي بعد كذا فتره بتهمل. الناس اللي بتهمل دي لا اعرفهم، التايمنج ده مهم، ان هو يجي في وقت ما حصل له مثلا حرق، في وقت ما اتجرح. احنا رسول، كل واحد فينا في مكانه رسول للناس اللي حواليه. طيب فالاسعافات الاوليه دي دوره حاجه مهمه الاسعافات جدا. الاوليه دي بتتاخد في قد ايه او بتتاخد فين برضه؟ قولي للناس. انا هقول حاجه صغيره لان ده حاجه كبيره ان انا اتكلم فيها في السبيس، بس مثلا الحروق، لان انا شفت كذا حاله اهمال. بصراحه اعصابي انا اللي بتتعب مش البيشنت، هو مش مدرك اللي هو عمله يعني. بلاش لما نتحرق نفتح بيضة على الجرح، نجيب معجون سنان على الجرح، نحط تلج، لان التلج ده بيعمل دامج للتيشو بتاع الجرح او الحرق. انا كده بدمر اصلا الانسجه اللي بتحاول تعيش. احنا اي حرق هنمشي عليه ميه من الحنفيه، مش ميه لا بارده ولا سقعانه ولا تلج ولا الكلام من ده، لمده نص ساعه عقبال ما نوصل لمستشفى، عقبال ما نوصل لمكان احنا هنعرف نوصل له. لو انا مش هعرف اوصل له حالا دلوقتي، على الاقل مثلا عضة الكلب علاجها الأولي خالص قبل ما اخد مصل الكلب ان انا اغسلها بمية وصابون من تلت ساعة لنص ساعة. فبيجي الاهالي منفعلين جدا، احنا عايزين نلحقه وننقذه بالحقنة. ماشي، بس في السلايفا اللي هو اللعاب اعزكم الله بتاع الكلب، ده اللي فيه الفيروس اللي ممكن يعمل بعد كده مشاكل. فاحنا بنمشي برضو المكان ده على مية جارية عليه علشان ننظف اللعاب ده خالص من الفيروس، بحيث ان هو يبقى ياخد المصل على ايه، على نظافة، يعني هيبقى فيه مفعول للمصل. دي من الحاجات الاوليه اللي الناس مفتقداها. يعني هما ممكن يتعض من كلب وما يجيش في نفس اليوم اصلا، ويجي بالتهاب شديد تاني يوم ويعمل غرغرينه، وممكن توصل انه يفقد طرف من اطرافه. ونفس الكلام في الحروق، بيجي بعد ما تكون الجرح الحرق عمل سكار وتلوث وتهبب، عشان مثلا حد جارت بنت خالة عم مامته قالت له مثلا ده انت تفتح عليها بيضه ولا تحط عليها معجون سنان، ويحط لها حته تلج بسرعه، كلام من ده. يعني التلج والمعجون والبيضه والبن كل ده كل ده الكلام ده ملوش لازمه. كل الكلام ده ملوش لازمه، وكمان التلج ده بيضر. يعني لو انا مثلا نسيج في امل ان ربنا يكرمه كده بالدهانات والغيار، هو بيدمر الانسجه اللي بتحاول تتنفس وتعيش دي. ولو حد متعور وحط بن برضو الحاجات دي ملهاش لازمه. احنا لو عندنا حد متعور وفي اوزنج في دم بيجي من المكان ده، ممكن نضغط عليه مثلا حاجه تكون نظيفه، نضغط عليه لغايه لما نوصل للمستشفى، عشان هما هيتصرفوا. لو في وريد في شريان مقطوع هنعرف نتصرف معاه. لكن ان انا اصلا اكبسه بحاجه، انت بتلوث الجرح من حاجه مش نظيفه. البن ده مش حاجه يعني مطهره او حاجه هتوقف النزيف. احنا هنضغط ضغطه، وبلاش كمان نربط. في ناس بتيجي رابطه وتنسى الرابطه، هو مثلا مسافر او عقبال اقرب مركز ليه او وحده يكون بدا دراعه ما يوصلوش دم، جاي لي بقى بصابع من الصوابع اللي تحت بيموت مثلا. فما تربطش فوق وما تربطش تحت. ونفس الكلام برضو في عضات اللدغات، في ناس بتبقى ساكنه في واحات، والناس العرايشه والسناويين والكلام من ده، اللدغات بتاعه العقارب والتعابين ما تربطش لا فوقيها ولا تحتيها ربط شديد قوي، لان انت ممكن تكون بتمنع الدم اصلا برضو ان هو يوصل للايه لللمب لبقيه الطرف يعني. تمام يا دكتوره اسماء، شكرا ليك يا اسماء ونورتينا. انا متشرفه بحضرتك يا دكتور. المره اللي فاتت ده تاني سبيس ادخله، ويعني تحياتي لكل الناس اللي موجوده، ربنا يجازيك خير عننا كلنا. شكرا ليكي، تسلمي، شكرا. مع السلامه. مع السلامه. طيب خالد شوقي. السلام عليكم استاذ سامي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عاوز أتكلم بس نصيحة مساعدة بس يعني أنا في مجال الطبي أنا شغال بنك دم بحاول بقدر الإمكان أساعد الناس بقدر صوتك بعيد يا أستاذ خالد. بقول لك أنا شغال تمريض بنك دم أو في المجال الطبي يعني فبحاول بقدر الإمكان نساعد الناس يعني حتى لو أنت مش هتاخد المقابل من الشخص أو أنت تساعد بقدر الإمكان ممكن توصل له حتى المساعدة بنصيحة بأي حاجة بقدر الإمكان إحنا في حياتنا لازم نقدم نصيحة ولازم نقدم مساعدة أهم شيء يعني دي أهم حاجة يعني الناس للناس زي ما بيقولوا يعني ونقطة تانية برضو لسان برضو خلي لسانك حلو يعني زي ما بقول لك خليك حلو اللسان قليل الإحسان يعني حتى لو أنت إحسانك قليل أو أنت مش قادر تقدم شيء مادي قدم شيء معنوي هو الكلمة الحلوة يعني بقدر الإمكان و... وحاجات كتير يعني خلي في شغلي برضو لازم تكون منضبط في شغلك يعني تعامل ان انت ما تاثرش في شغلك يعني منضبط في شغلك تعامل كله عشان محدش هيفيدك لما تغلط او يحصل لك اي مشكله انت اللي هتبقى انت اللي هتبقى في المشكله نفسك يعني تحاول بقدر الامكان. ادينا نصيحة برضو من تخصصك من التخصص بتاعك في الدم. يعني مثلا يعني المفروض ان احنا خلال كل 3 4 شهور نتبرع بالدم عشان خاطر تجدد دمك النخاع يشتغل من اول وجديد بلاش لو انت عاوز تتبرع بلاش دكتور اسنان لمده 6 شهور يعني لازم عشان الانفكشن عشان الفيروس نتيجه دكاتره الاسنان العدوى بتاعتهم بتقعد من 6 شهور يعني حاجات من ديت يعني برع في العربيات بتاعت وزارة الصحة اللي موجودة. لا الافضل في المستشفيات يعني حالات ثلاسيميا حالات انيميا بحر متوسط حالات الكلى دول بيحتاجوا دم باستمرار شهريا فيفضل ان انت تتبرع في المراكز اللي زي ديت يعني مثلا مستشفيات الاورام مستشفيات الاطفال الثلاسيميا انيميا بحر متوسط حمى البحر كده دي اللي بيحتاجوا كميات اكبر شهريا بيحتاجوا شهريا كيس دم بيعمل تحليل كل شهر فبيحتاج شهريا كيس دم فبقدر الامكان لازم يبقى في توعيه في الحركه ديت يعني تتبرع كل 3 4 شهور يعني اقل حاجه تعمل دي بجد خلايا الدم عندك بتحس ان انت نشيط الكوليسترول عندك ما بيزيدش لو انت بتدخن كمان فالمفروض كل 3 شهور تتبرع كمان يعني عشان التدخين بيعلي الهيموجلوبين بتاعك فبالتالي المفروض تتبرع عشان تعمل تجديد وريفرش لجسمك وتخليك اصلا نشيط اصلا يعني الدم اصلا حاجه انت بتجدد يعني انت مثلا زي الفلتر بالظبط انت بيطلع الدم اللي انت مش محتاجه وتخلي النخاع عندك يشتغل من اول وجديد يعني كده يعني. تمام شكرا يا استاذ خالد تسلم. شكرا تسلم استاذ تامر وانا سعيد جدا بوجودي معاك والله. الله يخليك نورتنا. شكرا لك. طيب مراد استاذ مراد اتفضل. صباح الخير يا استاذ تامر. صباح النور. بعرفش اذا صوتي واضح ولا صوتك واضح. يمكن لغتي مش واضحة. كيف حالك شو اخباركم جميعا؟ الحمد لله كله تمام. الله يخليكم طبعا شكرا كثير والله عن جد انا استفدت جدا من هالمنصة هاي كثير حلوة وشكرا للدكتورة ميرفت والأخ شوقي والجميع طبعا يعني بدون استثناء. صراحة نصيحتي هي جدا بسيطة وعلى السريع. قديش الحياة بتمشي بسرعة يعني ونصيحتي إنه لازم يكون في توازن في الحياة مهما كانت الظروف يعني نحاول يعني نوازن بين حياتنا الأسرية وحياتنا العملية وأكيد في الفترة الأخيرة طبعا التزاماتنا ومتطلباتنا وانشغالاتنا توسعت كثير وهذا الشيء سبب إشي سلبي في حياتنا إنه إحنا نبتعد عن بيتنا شوي يعني نبتعد عن أولادنا قل فيها يعني أنا قديش خسرت إشي كتير كبير وأولادي كبروا وأنا بعيد وقريب منهم بنفس الوقت يعني في رغبات واحتياجات وعواطف يعني هاي كليتها للأسف يعني عدت من عمري سنوات من إني كنت أروح متأخر أو أشتغل شغل لا إلي غير إني مثلا أنا كموظف مثلا أخذ شغل لوحدي
للأسف يعني لما يعني تقربت من ولادي أكتر حسيت إنه أنا يعني كأني جديد عليهم، يعني كأني شخص يعني كأني أنا مسافر من فترة جدا طويلة وفترة هيك يعني هذا الحكي صار أو هذا الشيء صار في فترة كورونا. فترة كورونا لما صار اللوك داون وقعدنا ببيوتنا يعني وصرنا نشتغل ببيوتنا يعني إجباري في حياتنا. قديش حسيت إنه في كان إشي مختلف. قديش لما شفت بنتي كبرت هيك وصارت الله يخلي أولادكم كلكم يعني قديش طولت وبنتي كبرت شوي هيك وابني كبر حسيت إنه أنا يعني فترة من الفترات يعني سافرت ورحت وجيت وشغل شغل 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 وللأسف يعني ما يعني خسرت شغلة كتير كتير حلوة إنهم كبروا وكانوا عم بيسألوا عني بس أنا للأسف ما كنت أسأل يعني قديش أنا كنت أناني صراحة يعني. أناني مش بمعنى إني أناني إني أنا ما بحبهم، لا أنا بحبهم وبعمل لأجلهم، بس طلع في يعني كان في أشياء كثير لازم أنا أسمع منهم. بس يعني للأسف ضغطت الاحتياجات على المشاعر وبس أنا يعني كنصيحة مني يعني كأب لكل أب يعني يمكن كثير منكم مش متزوج أو شيء بس إن شاء الله يعني على طريق إنه بكرة يعني يتزوج ويصير عنده أولاد. يعني أتمنى إنه تهتموا بهاي النقطة عشان بصراحة يعني راح تخسروا إشي كتير كتير كبير وللأسف هاي الخسارة يعني أنا دفعت ثمنها ودفعت إنه يعني كمية الحب أنا حاليا عم بعوض هذا الشيء يعني بحاول أعوضه يعني خلص ما بدي أنا أشتغل شغل زيادة ما بدي أسهر كتير يعني كرمال مثلا إنه والله في شغل يعني لا صاروا هم إلهم الأولوية أكتر شوي بالويك إند خلص يعني أعمل ايزوليشن أو أعمل عزل يعني خلص أطفي موبايلي يعني أصدقاء ما بدي حدا خلص يعني أنا وياهم نروح أي مكان نروح على أي مكان بعيد مثلا البحر الميت نروح على العابد نروح على أي مكان بالدنيا بس إنه طول وقت الويكند هذول يكونوا موجودين معي. فبس إنه هيك يعني هاي اللي عنده يعني أنا عارف إنه الدنيا تغيرت وصار في لازم الواحد يشتغل شغلة وعمل يعني عمل إضافي وعمل تاني وثالث ورابع بس أرجوك يعني أو أرجوكم انتبهوا لهي النقطة لأنه عشان ما توقعوا في الحفرة اللي وقعت فيها أنا وإني يعني بس الحمد لله لحقتها وأشكركم على هاي الوقت اللي عطيتوني إياه عشان أنا أحكي هاي النصيحة. شكرا يا استاذ مراد ونصيحه حضرتك غاليه ووصلت للناس كلها. وعايز الله اقول لك يخليك. حاجه برضه في الاخر قبل ما تقفل في اوروبا بيقولوا عندهم قاعده كده ان عمر الانسان بيبتدي بعد ال60 وعشان كده دايما تلاقي الناس كبار قوي في السن قوي يعني القاعدين في السن هناك ما شاء الله يعني صحتهم كويسه وبيلعبوا رياضه ونشيطين كده وبتاع فهم بيبصوا الحياه من المنظور ده. فانا شايف ان حضرتك اصغر بكتير طبعا من السن ولسه في فرصه يعني حضرتك ما هذا يعني هو أكيد وده نعمه من ربنا ان انت انتبهت لده بدري. وانا شايف ان لسه الوقت ما فاتش ويمكن كمان القصه اللي حضرتك حكيتها تنور عين ناس كتير من الموجودين حتى اللي ربنا ما رزقهمش لسه لا بجواز ولا بخلفه بتنور لهم طريق في تخطيط لمستقبلهم يعني ان هم ما يخلوش الشغل يطغى على مساحه الاسره وعلى مساحه ولادهم. طبعا أكيد. شكرا ليك يا فندم نورتنا الله يخليك. شكرا لكم كلكم شكرا جزيلا. الصدق كان باين قوي في صوت استاذ مراد وكان بيتكلم عن تجربه بشكل صادق قوي يعني كان الصدق باين في كل حروفه. طيب بيسان مرحبا. اهلا. كيف حالكم؟ تمام الحمد لله. انا يعني حابة اتكلم تجربة مختلفة شوية. نصيحتي صراحة لكل الناس انه جرب قد ما تقدر كل ما ينفتح لك مجال او باب انك تجرب فيه تحتاج تتعامل مع فلان وعلان وتكسب اشياء شخصية بحتة. جرب لا تقول لا على اشياء انت مش عارفها لسه يعني لا تحكم دائما من البداية انه لا
يعني صدقا مش كلام، أنا من 2017 وأنا بجرب في حياتي، جربت أشياء كثيرة. كل ما كنت أجرب في مكان أكتشف معرفة جديدة، أكتشف حاجة جديدة، سواء بالجامعات، الدراسة، الشغل، تجارب مختلفة. بس فعلا كل تجربة أنت بتجربها حتصنع فيك حاجة وحتضيف لك إضافة جديدة. والناس مختلفة، يعني أنت لما حتجرب هالتجربة حتشوف ناس مختلفين، أطباع مختلفة. في التجربة الثانية برضو نفس الحاجة، كل حاجة حتشوفها أنت حتكتسب منها حاجة. يعني أنا تخرجت من الثانوي 2016. أنا فلسطينية بس مواليد السعودية وكل حياتي في السعودية. ف 2017 لما جيت أدخل جامعة، أنا كان نفسي أسافر برا للأمانة وأدرس برا يعني، بس أهلي كانوا كثير خايفين ويعني مستصعبين الخطوة. ماما بشكل واضح، يعني بابا لا عادي، هو من باب الخوف أكتر مش من باب إنه الرفض. أوكي أنا كنت جدا حابة مجال طبي، بس في السعودية الجامعات الحكومية صعب تدخلي فيها مجال طبي، ما بينفع. والجامعات الخاصة صراحة تكلفة جدا عالية، يعني أسعار خيالية. طيب أوكي خلاص بديت ألجأ للحلول الثانية، دخلت جامعة خاصة هندسة ديكور. ما قدرت، عارف لما أوكي يمكن حاجة كهواية أنت ممكن مستمتع فيها، بس كدراسة مش شايف نفسك فيها. ما قدرت أتحمل، طلعت من الجامعة بالترم الثاني على طول، السمستر الثاني. لما طلعت كنت أصلا مقدمة على جامعة حكومية ورجعت قدمت ثاني مرة. خلال هالفترة دخلت معهد إنجليش. سبحان الله أول ما خلصت كورس الإنجليش طلع لي قبول في جامعة حكومية بالسعودية. الناس اللي في سبيس أو اللي عايشة في السعودية عارفة أن القبول في الجامعات الحكومية السعودية جدا أمر صعب. الحمد لله يعني طلع لي من تاني تقديم انقبلت في جامعة حكومية كانت في مكة وأنا مقيمة في جدة، يعني مدينة أخرى. أوكي طبعا لما قبلوني عارف بس مقعد دراسي، يعني ما بيهتموا إيش يدخلوك تخصص، إنه ما بيطلعوا على رغباتك، المهم إنك دخلت مقعد جامعي في جامعة حكومية. فعلا الحمد لله دخلوني نحو صرف. أوكي قالوا لي جيبي معدل وبنحولك. فعلا سبحان الله درست وكنت كل يوم أروح تقريبا من صلاة الفجر مواصلات في باص وأوصل الجامعة وأدرس في مدينة ثانية. الحمد لله جبت المعدل وحولت ودخلت فيزياء وتخصصت فيزياء طبية. يعني سبحان الله أنا مش عارفة فعليا كيف دخلت في النهاية تخصص صحي في جامعة حكومية، ما بعرف. بس في هذه المجالات من خلال معهد، من خلال الجامعة اللي دخلتها خلال هذه الفترة طولها في حياتي، أنا كنت كتير أشتغل شغل مؤقت، مع أنه الحمد لله أنا ما كنت محتاجة يعني ماديا فعلا، بس أنا كنت أحب أجرب. لدرجة إنه والدي كان يرفض، عارف كان يعصب علي مرات إنه أنت عندك دراسة، أنت تخصصك صعب، أنت بتصحي بدري تركبي باص من الفجر، إنه ليه بتشتغلي؟ كنت أشتغل ماركتينج في سوبر ماركت. يعني شوف إنه عارف لما تعمل إعلان بس لمنتج في السوبر ماركت إنه يلا جربوا هذه الأمور، أنا كنت أسويها وكنت أستمتع فعلا. أنا بحب أروح، بحب أحتك، بحب أجرب. خلال هالفترة برضو أنا بكتب، كنت فاتحة حساب بكتب فيه في تويتر وزي كده. بعد فترة من 2020 عملت بودكاست ولحد الآن بكتب محتوى وعندي بودكاست خاص، وتخرجت فيزياء طبية وشغالة. يعني فعلا الأشياء اللي جربتها كانت عديدة، ما عمري جتني فرصة وقلت لا. مش إنه كنت أحب أحتك، عارف هذا التعامل كان فعلا كل ما أروح مكان كنت أكتسب تجربة، كنت أكتسب حاجة. يعني في النهاية أنت مش عارف وين الخير ومش عارف أنت كيف أقدارك حتمشي، بس لما تصحل لك فرصة كسبك معلومة ولو بسيطة روح امشي وراها. تمام. بيساعد نصيحتها هي التجربة، وجرب كل حاجة، مفيش تجربة هترجع منها وانت خسران، مفيش تجربة هترجع منها وانت ايدك فاضية، مفيش تجربة مش هتتعلم من وراها. صح، وأنا مؤمنة إنه التجارب هي اللي بتصنعنا إحنا كمستوى شخصي وإنساني. إيش صنعتنا غير الظروف، غير التجارب، غير الأشياء الصعبة؟ صحيح. يعني الأشياء السهلة اللي إجت ما شاء الله تسهيل ربنا من أول مرة، هذه سبحان الله الإنسان بيشكر ربنا عليها وبيمتن طبعا إلها. بس إحنا فعلا الأشياء الصعبة والتجارب هي اللي بتصنعنا وهي اللي بنكون
ممتنين لنتيجتها، مش للطريقة بس للنتيجة. صح. شكرا ليك يا وسام، نورتينا. عفوا. طيب آلاء. السلام عليكم، ازي حضرتك يا استاذ سيد؟ عليكم السلام ورحمة الله. كان صوتك بعيد يا آلاء. انا اول مره والله ادخل في السبيس، مش اول مره اشارك. أهلا بيكي. اولا كده انا مدرسه علوم اعدادي طب وفيزياء انتي ثانوي. صوتك بعيد، ينفع تقربيه شوية أو تعليه شوية؟ لو بتتكلمي مثلا طيب من مايك كده ممكن كويس. تكلمينا على طول يعني. ماشي اوكي. انا مدرسه علوم اعدادي وفيزياء ثانوي. صوتك بعيد، صوتك بعيد قوي يا آلاء. انا مش عارف يعني. طيب كده كويس، كده كويس. هو يعني بصي، هو في، انا ما اعرفش. طب ممكن تعلي الصوت من الجهاز نفسه، او لو بتتكلمي والله مثلا من. معليه على اعلى حاجه. طيب تمام ماشي كده يعني مسموع شويه. اتفضلي. بقول لحضرتك انا مدرسه علوم اعدادي وفيزياء ثانوي. اصلا انا كنت شغاله من الكليه، يعني كنت في سنه تانية كده او ثالثه كليه كنت بدات الشغل. عايزه اقول لحضرتك بقى ان اول ما نزلت طبعا ما فيش اصلا اي حد في الدنيا بيبدا شغل والناس ما بتسيبوش، يعني لازم كده دايما نلاقي تعليقات سلبيه، او اصلا ممكن نلاقي كل التعليقات سلبيه. فاحنا طبعا لو احنا مشينا ورا الكلام ده يبقى احنا كده مش هنتقدم خطوه واحده. فانا عايزه اقول اي حد في تربيه وعايز يدي دروس او كده، اللي هو ما يسمعش كلام اي حد. مش معنى ان في حد تاني شايفك ان انت ما تستحقش كده، او ان انت ما تبدأش ان انت تسمع كلامه او تقعد بقى في الخط كده ما تتحركش، لانه هو مش هيكون مكانك، مش هيقوم يشرح مكانك، انت عارف قدراتك. فانا مثلا لو انا كنت سمعت الكلام اللي كان اتقال لي في الاول، وانت لسه صغيره انت مش عارف ايه، ما كانش زماني دلوقتي وصلت لاي حاجه انا وصلت لها. حضرتك لا سامعني؟ برضه الطريقه بتاعت بيسان كانت بتقول برضه التجربه الواحد يجرب طول ما هو عايش. ومش بس يجرب، يعني ما يحطش في دماغه كلام الناس اللي حواليه. اصل كلام الناس اللي حوالينا ده يعني هيعمل لنا ايه؟ يعني هو مثلا انا ليا اصحابي اول ما بداوا برضو كانوا بادئين في نفس سن كده، دلوقتي مثلا اول ما سمعوا الكلام خلاص في ناس منهم الرغبه عندهم اتقطعت خالص وقعدوا علشان الكلام ده اثر عليهم. ليه يا جماعه؟ ليه نسمع كلام اللي حوالينا؟ انا بجد مش فاهمه يعني كده. طب انا مثلا عندي في المحيط بتاعي في ناس كتير جدا بتبقى لسه داخله الكليه، هو في تحفظ شويه ان موضوع الدروس اليومين دول زايد يعني، وفي ناس كتير جدا ممكن نقول اصلا ان هم لسه داخلين اولى كليه وبيدوا وبيعملوا دروس. ماشي، انا عارفه ان الموضوع زايد شويه، بس لو احنا مثلا شايفين ان في حد داخل وعايز يدي دروس ما ينفعش ان احنا نحبطه يعني. تمام تمام يا آلاء، وصلت وجهه نظرك. شكرا ليك يا آلاء، شكرا ليك. طيب غادة، عايزين نجري يا جماعة بعد إذنكم. يلا يا غادة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله نقول وبركاته. صباح الخير ولا مساء الخير؟ صباح الخير، احنا عدينا الساعة 1 كمان. أهلا بيك. أهلا بيك يا غادة. أهلا وسهلا. أنا أول مرة أدخل وفعلا مبسوطة جدا. نورتينا. شكرا. هو لو هنقول في الحياة وفي حاجات كتير. لا خلينا نتكلم عن مجال خبرتك، المجال العملي بتاعك. أوكي، أنا أخصائية تحاليل. تمام. بشتغل في مركز طبي خاص بالعيون، فتحاليلنا مش كتير عموما يعني. فلو يعني لو هقول لك كم نصيحة في شغلي، ان الناس بتبقى جاية فيها اللي مكفيها. في ناس مش فاهمة يعني ايه عملية. انا فجأة دخلت في دوامة، الدكتور قال لي عينك محتاجة عملية وبتاع فالدنيا كلها بتبقى مضغوطة عليه. وفي ناس بتبقى كبيرة بتبقى خايفة، وناس جاية من بلاد وقرى خايفة. فلما تقابلك حاجة زي كده فانت حاول على قد ما تقدر تبقى بسيط معاه، ابتسم في وشه، معلش
وحد الله، صلى على النبي، الدنيا هتعدي، بسيطة. الكلام البسيط ده في ناس بتقول عادي وبتاع، وممكن في نص الشغل يجيلك واحد أصلا مستفز يخلي يومك كله يبوظ. فانت عايز تطلع الطاقة السلبية دي، بس يا ريت لما يبقى عندك الطاقة السلبية دي ما تطلعهاش على حد مريض ممكن ما يكونش ليه ذنب. طب انت خلي بالك من حاجه غير، انت كده بتنصحي لا، انا زمايلك. بنصح احنا كل عايزين الناس، لان المواقف دي مش لازم في شغلي، مش في لازم في شغلي. اي بني ادم ممكن يعني ممكن لو واحد شغال في بنك، انت واحد ممكن جالك واحد عنده حاجات كتير بره البنك، بس هو جه لقي زحمه وبتاع واتحط في رقم ولسه هستنى وانا ورايا مشاغل فمعلش لحد ما يوصل عندك على الشباك خده بشويش. الكلمه السهله البسيطه دي ممكن تفرق، الابتسامه دي ممكن تفرق. يعني هو الحاجات البسيطه دي ممكن البني ادم يقول طب ما انا اصلا فيها اللي مكفيني، يعني انا ليه هروح ابتسم في وش حد تاني وبني ادم اساسا ما اعرفوش. لان يعني نقول ايه، هتترد لك كما تدين تدان. ممكن حاجه بسيطه تافهه جدا تكاد لا تكون مذكوره، بس هتفرق جدا في يوم بني ادم، في حياه بني ادم، في حاجه حلوه. يعني مثلا زي النهارده وانا راكبه المواصلات مروحه وفعلا كميه ضغوطات عليا، والله طفل بسيط مجرد سلمت عليه عملت له باي باي، طفل لا يتعدى تقريبا 4 سنين، راح ضحك لي وراح غمز لي كده ونازل هو ومامته. يعني فعلا حاجه بسيطه زي كده فرقت في يعني مش في حياتي، هقول في يومي. فهو من مجال خبرتي او مجال شغلي او هتتاخد تحت اي مسمى، خليك بسيط مع البني ادم، خليك سلس في التعامل. البني ادم فيه اللي مكفيه، معلش حاول، يعني كل الناس فيها اللي مكفيها، بس حاول تخليك انت النقطة الفارقة في حياة في يوم بني ادم يفتكر يحكي عن الموقف اللي حصل بيك مع الناس، مع قرايبه، مع اصحابه في اخر يومه، مع مراته، مع مامته، مع باباه في اخر يومه، والله ده انا حصل لي كذا كذا، وبني ادم لطيف جدا سهل عليا يومي. بس وصلت يا غادة، شكرا ليك العفو، يا غادة. شكرا ليك. يسر، صباح الخير. صباح الفل. انا قلت افوق شويه عشان صوتي طبعا وانا قايمه من النوم كان بيبقى مجنن، عايزه اخش معاكم من بدري بس قلت كده اما اشرب قهوه وابقى فوق لكم يعني. ماشي. بص، انا اشتغلت فتره في حياتي، انا بحب جدا مجال الماركتينج والبيع والحاجات ده بحبه قوي، بس الحاجه اللي انا خدتها من والدي وفرقت معايا في الشغل، قال لي حاولي دايما ان انت الشغل ده ما يفصلكيش عن شخصيتك الحقيقيه. يعني انت في شغل البيع، اول حاجه، اول نصيحه يعني انا بقولها للناس اللي بتشتغل حتى في المجال ده او في اي حاجه، ما تفصلش نفسك عن شخصيتك الحقيقيه، او تقول انا في الشغل بتعامل بطريقه وحروب والكلام ده كله وانت اصلا شخصيه مسالمه. يعني انت ممكن تتحول لبني ادم مؤذي، لا خلي بالك ان ده هيأثر عليك وهيأثر على شخصيتك انت. فحاول على قد ما تقدر لو شخصيتك كويسه تضغي بيها على الشغل، مش الشغل هو اللي يضغى عليك. تاني حاجه، اوعى تحط نفسك، يعني انا كنت مسكت، يعني كنت مديرة مبيعات وبعد كده مديرة تسويق. دايما صاحب الشغل عايزك الأداة اللي بيضرب بيها، ما اوعى تكون الأداة اللي ممكن، يعني انت حد جد بتاع شغل، التيم اللي معاك او اللي بيشتغل معاك مطالب منه مثلا تارجت وانت المسؤول عنه، فيقعد يضغط عليك عشان انت بقى تكربج اللي معاك او تتعامل معاهم باسلوب مش كويس. لا، هو عايز يتعامل او يوجه نقد بشكل صعب، هو اللي يوجهه، يا يسيبك تديري الموضوع بنفسك خالص ما يتدخلش في ادارتك للموضوع، يا اما ما تشتغلش، بس ما تبقاش اهم حاجه ما تسمعش كلامه في انه لما يقول لك مثلا فلان مقصر اعمل معاه او سوي او الكلام ده كله، ما تبقاش انت الايد اللي بيبطش بيها المدير، ما تبقاش مكروه. ما تشتريش رضا بني آدم على حساب حاجة تانية يعني. فدي أهم حاجة في الموضوع ده كان بالنسبة لي، إنك أنت لما تبقى في المجال ده بالذات، حاول على قد ما تقدر ما تقعدش فيه كتير بتشتغل فيه عند حد، كل مجهودك بيروح لفايدة ناس تانية.
انت لو شاطر مع يعني خد خبرة وبعد كده افتح بيزنس ليك وخد الريسك ومفيش اي مشكلة. اتحمل الضغط العصبي والريسك والمجهود لحسابك انت، مش تتحمل كل الضغط ده عشان خاطر حساب حد تاني. في وقت معين انت لازم تفصل ويبقى ليك البيزنس بتاعك. هو المجال ده كده انت بتاخد فيه خبرات وبتتعلم، قدرت تحقق فيه وفعلا انت كنت حاسس نفسك شاطر وقادر تعمل، انت كده قادر تعمل بيزنس ليك خاص. فما تقعدش تحت رحمة ناس كتير. اللي فتحوا الشغل دايما اصحاب الشغل كلهم الناس دي، وفي فترة قرروا ان هم لا احنا مش هنشتغل مع حد، احنا نفتح لينا شغل خاص. وهم دول اللي دلوقتي بقوا من اصحاب الشركات الكبيره واللي بيقاوحوا. فلما هتاخد ريسك وهتتعود ما تشتغلش بال 12 ساعه. اوعى يعني ما تتحاولش انك تستهلك عمرك لصالح حد، الا مادام في مجال حر انت مش موظف. الموظف بيبقى ليه حقوق تانية، بيبقى ليه حاجات تانية انت ما بتشوفش ده في الشغل الخاص. ففي مرحله سنيه معينه انت لازم تقف وتبدا فيها مع نفسك انت. ما ت... ما تبقاش بقى كل حياتك لان انا شفت ناس قعدت بال 12 وال 15 سنه في شركات وفي الاخر خالص طلعوا من غير اي حاجه. فلازم انت في وقت معين لا انا ستوب، انا خدت اللي انا عايزه وابدا بقى مع نفسي. مش في سن كبير تكون خلاص انت خسر يعني. اه بتسلم فبس نمر. اه لا هي مش بتسلم نمر. في ناس بتبدا سبحان الله في سن برضو، بس انت لا في السن الصغير برضو بيبقى عندك قدره على مواجهه الحياه اكتر وتحمل الضغوط اتحمل لصالح نفسك. بس في حاجه ثالثه بس مش فاكره والله، نسيتها وانا بتكلم. يعني انت عارف الزهايمر. طيب خلاص فاكرها. خليكي معانا ولو افتكرتيها برضو ادخلي كملي عنها. ماشي. شكرا يا أستاذ. نعم. هاجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو أنا الصراحة يعني أول مرة أشارك في السبيس وكده، بس حقيقي بجد مبسوطة بكل الكلام اللي سمعته والنصايح الجميلة اللي بسمعها. إن شاء الله يعني ما تكونش آخر مرة. إن شاء الله. في حاجة أنا كنت عايزة يعني أقولها عن تجربة شخصية. إحنا كلنا بنمر بمشاكل كتيرة في حياتنا، وكلنا بنمر بمواقف صعبة وابتلاءات واختبارات من عند ربنا، يعني بمختلف الليفلز يعني على حياتنا. اللي أنا يعني نصيحتي هي إن ادي لحزنك وقته. محدش لما يحصل له حاجة صعبة عايز يقوم ويجري. تقوم وتجري كل حاجة، بس احترم روحك، احترم نفسيتك، ادي لحزنك وقته لحد ما تتعافى وما تجيش على نفسك جامد، عشان بعد كده ما تحسش ان انت مراكم جواك حاجات ما طلعتهاش. ساعتها الموضوع او الحزن ساعتها هيتضاعف بكتير. خد وقتك في الحزن، بس برضو ما تطولش قوي قوي قوي، لان انت من جواك هتبقى يعني انت من جواك مآمن ومتأكد من عند ربنا ان ده مجرد اختبار صعب او بسيط او ايا كان، بس هو وانت في الموقف ذات نفسه هيبقى بالنسبة لك ان ده اصعب حاجة واكبر حاجة. فانت من جواك انت مآمن ومتأكد ان ده اختبار او ابتلاء من عند ربنا، وهو وحده زي ما ابتلاك واختبرك وحطك في الموقف ده، هو وحده برضه اللي هيخرجك. بس لازم انت من جواك يبقى عندك العزيمة دي. الحاجة التانية برضه اللي عايزة اقولها ان انت اختار الناس اللي تفضفض معاهم بأسرارك أو بمشاكلك الشخصية قوي، أو الحاجة اللي أنت بالنسبة لك حساسة، أيا كان، سواء ليها دعوة بموقف صعب مريت عليه أو أيا كان يعني ليها دعوة بإيه. بس لما تبقى في حاجات حساسة أو يعني حاجات شخصية، اختار الناس اللي من صحابك الكتير قوي دول اللي أنت تشارك معاهم المعلومات دي. بس شكرا. شكرا ليك يا هاجر. شكرا. حسين اتفضل يا حسين. حسين طيب فقدنا حسين. منا. الو. ايوه. ازي حضرتك يا تامر، عامل ايه؟ ازيك عامله ايه؟ انا اول مره ادخل معاك. اهلا تمام، بيك. بس انا متابعاك من بدري قوي، وحقيقي يعني من اكبر الفانز ليك.
ربنا يخليك. حقيقي يعني. تسلمي يا رب. كنت عايزة أتكلم في حاجة أو فيها معناه النصيحة بتاعتي، يعني إن الواحد هيندم لو ما وثقش في نفسه ولا في قدراته. يعني دايما أقول إن يعني مقامك حيث أقامك. هتندم لو ما اديتش نفسك قيمة، ما اديتش نفسك الاحترام والحب اللي انت تستاهله. يعني هتندم لو انت نفسك ما وثقتش في نفسك. يعني لازم الثقة تكون نابعة من جواك عشان الناس تثق فيك. هتندم لما تستنى انك تاخد الحاجة دي من الناس او قيمتك دي من الناس او نظرة الناس ليك. هتندم مثلا لما تسيب نفسك للحياة كده وانت مش عارف ايه حلمك، ايه هدفك اللي انت بتسعى له، ايه كل ده. فلازم الواحد يعني يبقى حاطط هدف قدامه ويسعى ليه ويكون واثق في نفسه بزيادة عشان يعرف يحقق ده. دي حاجة. الحاجة التانية هو أنا دكتورة أسنان، تمام. فأنا بحكم اللي أنا بشوفه قدامي وكده، فهيجيلك ناس كتير جدا. يعني هم أصلا يعني محدش هيجيلك لحد باب العيادة بتاعتك غير وهو موجوع. فأنت لازم تحس بالناس. محدش هيجي يطلب مساعدتك إلا هو فعلا محتاجك. والكلمة دايما انت بتقول يا تامر ان الكلمة الطيبة طالعة والوحشة طالعة. فخليك مصدر بهجة لكل اللي حواليك. يعني خليك انت البوزيتيف انرجي، خليك انت النور اللي في اخر النفق المظلم زي ما بيقولوا او الضلمة. فلما تلاقي حاجة حلوة قول. يعني عموما دي حاجة تانية، يعني انك لما تلاقي حاجة حلوة قول. دي حاجة. الحاجة التالتة بقى اللي انا عايزة اقولها ان فيها معناه، يعني ان انت كل حاجة انت بتعملها انت بتعامل فيها ربنا مش بتعامل الناس. وبرضو بحكم اللي انا متأثرة بيك كتير او بكلامك كتير، فانا هقول لك ان الخير دايرة والشر دايرة. فاكر الجملة دي؟ انت قلتها في سبيس قبل كده. فاكرها طبعا، فاكرها. فانت زي ما عاوز تشوف اعمل، فما تبطلش تعمل خير. ده بقى بص يعني تحت بند كبير كده اسمه تامر عبد امين. فدي يعني حقيقي انت كل سبيس انت بتقول شوية ضرر. مش قادرة اقول لك والله بجد. كل الناس يعني مش عارفة اوصف لك والله بجد. ربنا يخليك. تسلمي يا يعني رب. حقيقي على دماغنا كلنا. الله يخليك. انا عايز اسالك بس سؤال، بس عشان انت برضه هربتي اتفضل. من تخصصك كدكتورة اسنان. احنا عايزين نصيحة للناس من خلال تخصصك. تمام. نصيحة لكل الناس: ما تستناش لما انت تتدمر والحياة كلها بقك كله او سنانك كلها اللي هو خلاص، اللي انت ما تجريش على دكتور السنان وقت ما تتوجع وبس. احنا الطبيعي، اي حد طبيعي يعني، او فيما معناه اللي هو في اغلب الدول بره مصر، اللي هو بيعمل تشيك اب على اسنانه كل 6 شهور. احنا في مصر ما بنعملش كده اصلا. احنا بنروح لما سناننا بتوجعنا، ودي حاجة مش صح. الطبيعي ان احنا بنروح عند دكتور السنان كل 6 شهور بننضف جير، لان الجير دوت تراكمه على اللثة بيعمل التهابات لثة، بيعمل جيوب لثوية، بيعمل مع الوقت ابسس وكده اللي هو خراريج وكده. ماشي. كمان بيعمل ريحة وحشة في البق. فلازم اللي احنا كل 6 شهور اللي احنا نروح لدكتور السنان على الاقل ننضف جير. ونلاقي لو في حاجه تسوس بسيط، يعني احنا دايما بتوع الاسنان بنقول ايه، ان هو كل ما كان التسوس بسيط كل ما انت هتدفع قليل، حتى لو الناس بتبص لها كده. كل ما كان التسوس كبير فانت هتدفع كتير. يعني الحشو العادي عمره ما هيكون زي الحشو العصب. يعني لو العادي انت بتدفع فيه جنيه، العصب بتدفع فيه 5 جنيه. فاهم قصدي؟ بس فحافظوا يا جماعه على اسنانكم على قد ما تقدروا. حاولوا ان انتوا تهتموا باسنانكم على قد ما تقدروا. تستخدموا الخيط الاسنان الطبي اللي هو الدنتال فلوس. في فيديوهات كتير جدا اللي انت بتستخدمه ازاي. يعني مثلا المعجون والفرشة على الأقل لو مش هتغسل سنانك الصبح وانت نازل، هتغسلها قبل ما تنام عشان تراكم كل حاجة انت أكلتها طول اليوم قبل ما تنام. فالبكتيريا ده بقى منطقة حلوة للبكتيريا انها تشتغل. في فرشة فعلى اللسان. الأقل لازم ايه؟ في فرشة اللسان كمان مهمة. طبعا. بس احنا مش عندنا يعني ايه المينتاليتي اللي هو هجيب كذا وهجيب لا لا لا. احنا بنقول ابسط الحاجات اللي هو المفروض الروتين اليومي بتاعك بس. وحقيقي فرحانة جدا 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 ان انا اول مرة اشارك معاك
بجد ربنا يخليكي، نورتينا. على دماغي، ربنا يخليك. شكرا يا منى، تسلمي. شكرا. تسلم، مع ألف سلامة، مع السلامة. انا منى آه، ايهاب جد. ايهاب افتح المايك يا ايهاب. سامعني؟ سامع كويس أوي. تمام. هي دي تقريبا أول مرة أشارك معاكم، يعني ما شاء الله معظمكم دكاترة، ففي مجالي مش عارف ممكن أتكلم في إيه بالظبط يفيد الإند يوزر. احنا مش معظمنا مش دكاتره ولا حاجه، وكل واحد بيتكلم في المجال بتاعه. انت شوف قول هو مجالك أنا ايه. لوجيستيك أوفيسر، فبيكون بي تو بي أكتر. بس هو اللي أنا كنت عايز أقوله يعني حاجة اللي هو تتعلم تقول لأ ده في الشغل، إنك ممكن في شغلك بسبب ضغط الشغل بيتحط عليك شغل كتير، طالما أنت مش بتقول لأ وكده بيتحط عليك أكتر، تقعد مواعيد شغل أكتر. ممكن انت بيكون في دماغك انك بتتعلم او هيقدروا حاجه زي ده في الاخر، بس انا تقريبا في شغلي الاخير كنت قعدت سنتين. كنت بعمل برشيزنج كوردينيتور، برضو كنت بانلايز داتا، يعني دي في مجالي شويه، بس المفروض ده شغلي كوردينيتور مش شغلي. بس عشان انا كنت شايل الدنيا فبقيت حاطط عليها شغل كتير، حتى لما حد جاي يساعدني وما كانش عارف يساعدني، هو المفروض يعني حد اكبر مني في السن وكان جاي بخبره كبيره، بس ما كانش بيعمل الشغل المطلوب منه لسبب انا مش فاهمه، ومديري كلمه اكتر من مره، فبقيت برضه انا اللي مكمل الشغل بتاعه. هو كان مسؤول مخازن، انا اللي كنت شايل مخازن من قبليه، فاهمني؟ فالفكره انك من الاول لما الناس تتعود انك مش بتقول لا، بيبدا يحط عليك اكتر، سواء بقى ده في شغلك او في العلاقات العامه. لو حد اتعود عليك، انت اول مره طلب منك حاجه عملتها عادي، فبعد كده تكون حق مكتسب بالنسبه له. مواعيد برضه الشغل حاول على قد ما تقدر، يعني انت ليك حياه. يعني انا كان شغلي من 9 ل 3، كنت تقريبا بروح من 8 مخلص بالليل على الساعه 10 بالليل، ده بسبب مشاكل في السيستم بتاع الشغل وكده. ففي الاخر صدقني مش بيبقى لك غير صحتك النفسيه والحاجه انك بتكون اتعلمتها، فما تخليش الشغل بتاعك ياخد من حياتك، انت شغال عشان تعيش مش العكس. تمام يا ايهاب، شكرا ليك. والله نصيحة إيهاب كانت نصيحة. ماشي. شروق. شروق افتح المايك. مساء الخير أو صباح الخير عليكم كلكم. أهلا. هو أنا النهاردة كان بالصدفة إن أنا كنت قاعدة مع الHR عندي، وهو كان يعني شخصية فريندلي قوي يعني، فقلت لها أنا حاسة إن أنا هنا في المكان اللي أنا بشتغل فيه كأني في مستنقع، يعني إن أنا بتأذي نفسيا من الناس اللي موجودة أو من المكان، بس رغم كده عندي انتماء، يعني انتماء للمكان، وده يعني انتماء للمكان ده عشان صاحبة المكان نفسها يعني نمت فيا الانتماء ده. فهي بصراحة ادتني يعني هي نصيحة بصراحة هي فادتني جدا. هي قالت لي عندك 3 حاجات لو ما لقيتيهاش في المكان اللي انت متواجدة فيه اختاري نفسك. يعني هي أول حاجة المقابل المعنوي، والتاني حاجة المقابل المادي، والتالت حاجة الخبرة. احنا ساعات بنقعد سنين عمرنا في وظيفة في قطاع خاص، وفاكرين ان كأننا احنا في قطاع حكومي مش هنمشي فيه، وممكن يكون صاحب الشغل ده من تاني يوم يجي يقولك مع السلامة، فانت ليك انتمائك ليه وفضلت مكمل معاه على اساس ان كأنك كده في وظيفة حكومية فضامن وجودك. لكن هو ممكن يجي في يوم وليلة هيختار خبرة واحد تاني عنك، أو هتشوف إن هو مثلًا جاب موظف تاني بمقابل مادي أعلى منك، فأنت مش هتقبل ده. يعني أنت هتشوف إن أنت طب ما أنا صابر وساكت عشان أنا منتمي ليك، وعشان أنا باحبك، وعشان أنا مكمل في شغلي بسبب الظروف اللي هو هيئها لك. فهي قالت لي ال3 حاجات دي أنتِ يعني لو ما لقيتيهاش أو لقيتِ 2 منهم كمّلي، ما لقيتيش يعني الاتنين دول يبقى انت لازم فعلا تختاري نفسك وتشوفي حياتك برا. فيمكن دي انسب حاجة للناس اللي هي هتبدأ شغل جديد،
ويمكن تاني حاجة برضه أنا عايزة أقولها، يمكن حد من اللي موجودين قالوها، إن هو نجرب. يعني أنا جربت في مجالات كتيرة جدا، مش مجال واحد، لحد ما نلاقي بس حياتنا فين أو كياننا فين، إحنا بنحب إيه. ساعات بنشتغل شغل بنفضل طول عمرنا يعني بندفع سنين كبيرة قوي من عمرنا بنشتغل في حاجة هو مجرد عشان فلوس، أو عشان هو ده اللي متوفر لنا، بس مش دي الحاجة اللي انت حاببها، مش دي الحاجة اللي انت لما هتعجز برضه هتفضل تشتغلها أو حاببها أو حابب تدي فيها أكتر أو حابب تتعلم فيها أكتر. ف... فأنا برضو يمكن نصيحتي التانية إنه أنت اقعد دور، اقعد اشتغل كتير جدا في كذا مجال لحد ما تلاقي الحاجة اللي انت شايف لأ، أنا هطور نفسي كل يوم فيها عشان أنا حاببها، مش عشان بقى مقابل مادي، مش عشان كلمة شكرا نهاية اليوم، أو عشان هم يدوك خبرة، لأ عشان انت حاببها فانت بتنمي نفسك فيها. وطبعا يعني السادة الزملاء كانوا قايلين حاجات كتير، ومنها ان احنا برضو نساعد، ودي يمكن مش برضو ان احنا نساعد ان احنا نعين حد او نشغل حد او الكلام ده، احنا ممكن نساعد بنصيحة. يعني انا لو حد جه سألني في شغلي بتعملي ده ازاي، فانا لو يعني اديته نصيحة بسيطة جدا، يعني يمكن انت بالنسبة لك بسيطة، بس هو بالنسبة له ممكن يقعد سنين يتعلمها. انت ممكن تكون اديتها له في ثانية او اديتها له في دقيقة. ف... فيمكن المساعدة دي برضو هتعود لك في يوم من الأيام، وهتلاقي اللي يساعدك ويزود خبرتك. فيمكن دي النصايح بس إن أنا كنت حابة أدخل وأشاركها معاهم يعني. شكرا ليك يا شروق، نورتينا. شكرا ليك. شكرا. اتفضلي يا يسرا. انا افتكرت بس حاجة معينة كده، اللي هو ما تفتحش باب ربنا قفله، باب رزق ربنا قفله، وما تقفلش باب ربنا فتحه. يعني انت لو في شركة معينة ما، وجم قالوا لك ان مثلا عقدك انتهى معانا، ما تقاوحش كتير ولا ليه ولا لا طب ولا تقدم تنازلات، طب لو ولا الكلام ده كله. خلاص اعرف انها مادام جت بالطريقة دي وانت كنت بتتقي الله في شغلك، فربنا بيحضرك لحاجة تانية افضل. دي حاجة بقى انا شفتها في حياتي كتير جدا يعني. بس انت دايما يبقى عندك ايمان بالحتة دي، ان انت ربنا خلق من المكان ده في الوقت ده، عشان المكان ده بعد كده انت مش هتبقى فيه حاجة كويسة، او يعني هيبقى مش كويس. هيبقى لك فما ايه هيبقى لك على حقيقته. وما تقفلش باب ربنا فتحه. يعني انت بتشتغل في مكان ومزهقان شوية وفي قلق، بس ما فيش قدامك بديل، فزهقان معاك فلوس احسن مش من زهقان ما معاكش فلوس. في الحالتين انت هتبقى قاعد زهقان. يعني انت قاعد بشغل في الشغل زهقان، وهتقعد من غير الشغل زعلان ومتضايق. فما تقفلش الباب لحد ما ربنا برضه هيبعت لك ساعتها هو انت موجود في المكان ده، لان في حاجة تانية هتجيلك في الطريق يعني كويسة. فاصبر شوية، بيختبر قدرتك على الصبر. خلي عندك بال طويل. وتاني حاجة برضه ان يبقى عندك دأب. يعني ما تقولش انا ما بعرفش حاجة. انا كنت اشتغل في اي حاجة اتعلم، يقول لي تعرفي كذا اقول له اتعلم على طول كده، وكنت بتعلم. انت ما دام انت داخل نيتك شغل فقط، وعايز يعني عايز تنجح وعايز تحقق، ربنا بيذلل لك كل حاجة. انا اشتغلت في مجالات كتيرة جدا، ومجالات بعيدة حتى عن تخصصي، ومن المجال ده للمجال ده، كنت بحقق فيهم الحمد لله. وبثبت ليه حاضر هتعلم. ضرايب ماشي اوكي، قول لي بتتعمل ازاي واعملها. ايميلات ومراسله مع الهند وحاضر، قول لي بتتعمل ازاي علمني وهتعلم. اللي هو ما تقولش لا على حاجة أبدا. مش بس إنك تجرب، لا، ويبقى عندك الدأب والإصرار إنك تتعلمها. وفي وقت من الأوقات هتلاقي نفسك أنت بتعملها فعلا أحسن من اللي علمها لك. بس ما تقولش لا. يعني هتعلم، يقول لك أنت بتعرف حد أقول أنت بتقدم السي في بتاع هتعلم. دايما دي تبقى في لسانك، هتعلم مفيش مشكلة وهتعلمها. يعني عارف اللي تبقى توصل للي قدامك إنك أي حاجة هيتقال لك عليها هتعملها. وحاجة كمان، معلش طولت عليك شوية، اربط في بعض الأحيان اربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. مهما كانت ليك رؤيتك ومهما كان ليك وجهة نظرك في شغلك، في الأول والآخر هو ده صاحب الشغل. فما تناطحش فيه كتير. في وقت من الأوقات اركن، قول نصيحة، يعني قول رأيك. هو ما خدش بيه خلاص، اعمل الشغل بالطريقة اللي هو بيقولها لك، لأن هو في الأول والآخر ده بيصب عليه هو.
انت بقى ضايقك الموضوع او حسيت ان ده بيأثر معاك في حاجات، انت ممكن تمشي، لكن وانت في مكان اربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه، او مطرح ما يقول الحمار زي ما بيقولوا يعني، حتى لو انت شايفه بس كده خلاص. طولت عليكم معلش. لا، شكرا ليك يا باشا، تسلمي. طيب انا يعني السويس النهارده كانت سريه جدا، وعلى الاقل على الاقل خالص، على الاقل كل واحد فينا طلع بمعلومه، على الاقل يعني كل واحد فينا على الاقل طلع بمعلومه. مبسوط جدا جدا بالسبيس بتاعت النهارده، كان فيها مشاركه من الناس كلها، وبكره ان شاء الله باذن الله السبيس بتاعت بكره برضه هتبقى فيها مشاركه، وهيبقى فيها موضوع كده جدلي شويه، نخش بقى ايه نخبط في بعض بقى ونتخانق يعني. فتعالوا اللي هيدخل بكره السبيس بتاعت بكره يدخل بقى معاه الشوم، خلاص يمسك كده شوم وبتاع، وهنعمل حتى منشن لوزاره الصحه والسكان تكون معانا في السبيس، تكون موجوده عشان يلموا الجثث. هنقعد بقى هنتخانق وهنخش في موضوع جدلي، والنهارده ما يعتبرش موضوع جدلي قوي، ولا كان من يومين موضوع جدلي برضو، بس ايه الموضوعات الجدليه دي برضو كده بتبقى فرصه ان احنا نشوف فيها افكار بعض ونعرف دماغ بعض بتفكر ازاي. بكره ان شاء الله موضوع جديد. انا مبسوط جدا بالسبيس بتاعت النهارده جدا، كل الناس اللي شاركت على راسي واللي ما شاركوش يعذرونا، بس اللخمه حتى انا ما قلتش النهارده في سبيس، يعني هي جت كده لاني كنت بره عقبال ما جيت فكان الساعه عدد 12 فقلت هدخل ونشوف الناس اللي موجوده ولا لا. مبسوط جدا 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 بالناس اللي شاركت، وان شاء الله باذن الله بكره سبيس جديد وميعاد الساعه ان شاء الله باذن الله الساعه 11 بالليل، ممكن يبقى 10 ونص، موضوع جديد. شكرا 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 لكل الناس اللي شاركت وكل الناس اللي كانوا بيسمعونا النهارده، يومكم زي الفل.